السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال، ومرحبا بكم في حصة جديدة من حصص الدعم. بالنسبة للحصة ديال اليوم إن شاء الله أنها غادي تكون انطلاقا لبرنامج ديال مادة الفلسفة بحول الله، وغادي نبداو فيها الشروح ونحاولوا أننا نبسطوا هذه المادة ما أمكن لنخليوها قريبة لكم، أنها تدور ما بين الشوارع. يكفي أنكم تراجعوا من هذا البروغرام هذا وتخدموا عليه، وفي الاخر ان شاء الله غادي تلقاو من وراء كل حصه انكم فاهمين بزاف ديال الحوايج في ماده الفلسفه. ان ماده الفلسفه لا حاولتي انك تحبها وتقرب لها ما امكن، غادي تولي تبان لك انها اسهل ماده ممكن دوز في الامتحان الوطني. حطيت داك الحاجز بينك وبينها، غادي تخلي هذه الماده صعيبه وصعيب توصل لها. لانك لا تبعتي معايا البروغرام اللي غادي نعطيك من دابا حتى النهايه ديال الشهر، ربع ما كنقولش حتى النهايه ديال العرض كامل، غير النهايه ديال شهر 5 غادي تقريبا الحمد لله نحاولوا نساليو فيه الوضع البشري كامل بالمنهجيات بتحليل الامتحانات. غادي تلقى راسك انك قادر تقاد مقدمه ديالك، وتقاد انك تعمر الفراغات، وتولي عارف شنو خصك دير فيهم، تولي عارف مرحله التحليل شنو خصك تكتب فيها سواء النص او القول او السؤال، تولي ايضا عارف مرحله المناقشه شنو خصني انني ندير فيها، شنو القيمه، شنو هي الحدود، كيفاش نتعامل معها، كيفاش نوظف هذه الفلاسفه اللي انا كنحفظ، وشنو خصني نحفظ. اذا اي حاجه ان شاء الله اننا غادي نخدموا عليها. فقط يكفي انكم تلتزموا بالبرنامج، تحضروا للحصص، اي حاجه درناها تعاودوا تراجعوها، تقادوا الملخصات ديالكم باش انكم ما تخليوش الحصص يفوتوكم، ويوقع واحد الديكالاج بينكم وبين التلاميذ الاخرين. اي واحد بغى يلتزم بالعرض غادي اننا نكملوا، اي واحد غادي يبقى يضيع الوقت راه انه ما غاديش يكون في الصالح ديالو. لانك انت الا كنتي كتضيع الوقت وما مسوقش، راه بطبيعه الحال دوز واحد 15 يوم في البرنامج تلقى الحصص تجمعوا عليك اول حاجه، ثاني حاجه ما تبقى عارف ما دير. فلذلك الانطلاقه تكون دابا، سواء الحصص اللي درنا في الاول، تقريبا الحصص اللي درنا في الاول انهم كيهمونا فاش باش اننا غير نعرفوا شنو عندنا في الفلسفه والعربيه والاجتماعيه. ما عندك ما تحفظ فيهم الحصص الاولى، تفرج وتعرف بعدا البرنامج شنو عندك. من بعد ما انني غادي نسالي معكم هذه الحصه، هي الحصه الثانيه في ماده الفلسفه وكنعتبروها هي الحصه الاولى، غادي نشرح لكم فيها مفهوم الشخص كامل. غادي نديروا فيها الشخص والهويه، والشخص بوصفه قيمه، والشخص بين الضروره والحريه. هذه ما عمرني درتها، ولكن غادي نديروها في هذه الحصه باش نربحوا حصص اخرى، لاننا لا شرحنا في كل حصه شرحنا فيها محور. اذا خصني 3 الحصص باش نسالي معكم غير مفهوم الشخص، وخصني 3 الحصص باش نساليو مفهوم الغير، وخصنا 3 الحصص باش نساليو مفهوم التاريخ. اذا 9 ديال الحصص، اذا ما غادي نساليو لا فلسفه لا حتى شي حاجه. البروغرام اللي خدام به او اللي غادي نعطيو فيه كل ما في جهدنا هو للصالح ديالكم، واخا انني غادي نضر فيه ماشي مشكل. حاولوا تتبعوا دابا الحصه حتى الاخر، ما تخرجش، ريح، ما عندك فين تمشي. تقريبا غادي نحاولوا نديروا واحد الساعه غادي نساليو فيها مفهوم الشخص كامل. الحصه اللي جايه ديال الفلسفه اللي غتكون عندنا اسبوع نديروا فيها منهجيه النص، وغادي نفهموا كيفاش اننا نطبقوا هذه العناصر هذو كاملين. سيداتي وسادتي، مرحبا بكم في حصه اولى من مجزوءه الوضع البشري على قولة الله اكبر. كما قلت الابطال، بالنسبه لمجزوءات الوضع البشري، هي المجزوءه المحبوبه ديال جميع التلاميذ. لا رجعتيها وضبطتيها على الاقل غادي انك الا تحط لك موضوع في مجزوءات الوضع البشري غادي تكون انك قادر تجاوب الا تبعتي داكشي اللي كنعطيك. اول حاجه اللي غادي نبداو بالنسبه لمجزوءات الوضع البشري، عندنا فيها 3 ديال المفاهيم، وتكون انك مكلل غادي تفهمهم. عندنا المفهوم الاول هو مفهوم الشخص، ها هو كيبان لكم. عندنا المفهوم الثاني هو مفهوم الغير، وعندنا المفهوم الثالث هو مفهوم التاريخ. لا كنتي اداب وعلوم انسانيه، كنتي من الشعب العلميه جميع الشعب العلميه سواء الفيزيك سويتي، عندك المات، عندك ايكونومي التعليم الاصيل الى اخره. فبالتالي كيكون عندكم غير مفهوم الشخص والغير. عندك اداب وعلوم انسانيه كيزيد لكم مفهوم التاريخ، ما تزاد مفهوم ناقص مفهوم ماشي مشكل، بحال بحال. اول حاجه اللي قبل اننا ما نبداو نشرحوا مفهوم الشخص وندخلوا ليه، اول حاجه خصنا نعرفوا واحد التقديم لمجزوءات الوضع البشري. كما كنعرفوا ان الفلسفه جاءت لتهتم بالانسان وتحاول البحث فيه وفي محيطه والمواضيع التي يبتغي الانسان معرفتها. فلذلك فنقول ان الفلسفه هي اقترنت بالانسان، لانها هي انتاج الانسان اصلا. فالفلسفه اذ كانت ستهتم لي مثلا بالسياسه وبالمعرفه وبالاخلاق وبما وراء الكون او الميتافيزيقيه او الطبيعه او البحث في الوجود،
فكان من الأصل أن تهتم بالإنسان لأنه هي منطلق من الإنسان. فلذلك نقول أن الفلسفة اقترنت بالإنسان، فتحاول البحث في هذا الكائن الفريد يعني من نوعه. حاولت الفلسفة أن تخرج هذا الكائن اللي هو الإنسان إلى الوجود من خلال يعني معرفة ذاته والاحاطه بها. علاش كنقولوا مثلا انا الفلسفه اهتمت لي بهويه الشخص، بغات تعرف يعني هذا الشخص التركيبه ديالو، الهويه ديالو، كيفاش داير العقليه ديالو، كيفاش داير الفكر ديالو، كيفاش داير الوعي ديالو. ثم اهتمت بالقيمه ديالو، قيمه الانسان، وتحاول ان تعلي من قيمه الانسان. وجاءت لتخرج الانسان يعني من القيمه الدنيا التي كانت يعني تتعامل بها يعني الديانات مثلا وما وراء الطبيعه والميتافيزيقيات التي كانت انها يعني تحد من قيمه الانسان وتجعله مجرد يعني كائن تابع مثلا للآلهة إلى آخره. ثم يعني أبرزت يعني موقع الشخص من الضرورة الحرية. فلذلك غير كمنظور بسيط غادي نقولوا أن يعني مادة الفلسفة هي اقترنت بالإنسان، يعني بالكائن الإنسان، حاولت البحث فيه والاهتمام به. هادشي علاش أننا كنلقاو يعني في القولة ديال ارسطو: يا ايها الانسان اعرف نفسك بنفسك، يعني انك انت حاول تكتشف بنفسك يعني بنفسك. او كما قال يعني بروتاغوروس يعني احد اعمده يعني الفلسفه السوفسطائيه: الانسان مقياس كل شيء، يعني ان الانسان هو الذي تدور حوله كل المعارف. يعني انني بغيت نعرف ذاتي انه هو المقياس ديال ذاتي، وحتى ولا بغيت نعرف يعني مواضيع خارج ذاتي انه هو المقياس ديالها. فلذلك فالانسان هو مقياس كل شيء. حنا اننا في اطار يعني فهمنا لهذه المجزوءه هذه غادي نهتموا فيها بالانسان، يعني بالوضع البشري. سنحاول تأطيره من 3 مفاهيم: مفهوم الشخص، مفهوم الغير، ومفهوم التاريخ. يعني مفهوم الشخص اللي كيهمني انا كشخص كذات، غادي نعرف ذاتي. ثم مفهوم الغير غادي نحاول انني نخرج يعني من تقوقع الذات واتجه نحو الغير، واحاول البحث في اهميه وجوده، هل يمكن معرفته، وما هي العلاقه التي تربطني به. وبعد أن أنتهي يعني من الغير ومن الطرف الآخر الذي يشاركني الوجود يعني في هذا الكون، سأنطلق إلى مفهوم ثالث اللي هو مفهوم التاريخ. غادي نحاول نشوف هل يمكن أن أحقق معرفة تاريخية حول التاريخ ببساطة أو بالدارجة. واش ممكن أننا نقول أن يعني التاريخ الذي مر وكان في القدم، أو ببساطة هل يمكن أن ننظر إلى الحضارة الفرعونية بنظرة معرفة علمية؟ واش ممكن أن نعرف جميع الأحداث التي كانت في الماضي، أم أنها مستحيل؟ يعني هنا سنضع هذا المحور بين موقعين. يعني الموقع الأول يؤكد على أن التاريخ معرفة علمية، والموقع الثاني ينسف كون أن التاريخ معرفة علمية. ثم المفهوم أو المحور الثاني: التاريخ وفكرة التقدم. بمعنى هل ننظر من زاويتنا إلى أن التاريخ هو يتقدم، أنه يعني هو كائن واعي يمشي بخطوات محددة، له أهداف مرسومة، يعرف إلى أين يتجه، أم أن التاريخ هو عشوائي فجائي متعدد الحركات يقفز هنا وهناك؟ ثم المحور الثالث: دور الإنسان في التاريخ. يعني هذا التاريخ المبنى الذي ننظر إليه مثلا من خلال تقدم التكنولوجيا والبنيان والحضارات والعمارات، هل الإنسان مشارك في بناء هذه الأحداث التاريخية، أم أن الإنسان مجرد وسيلة في يد التاريخ، أم أن الإنسان مجرد لعبة في يد التاريخ؟ بطبيعة الحال يعني هذه المحاور إلا بغينا أننا نفهمهم ضروري أننا نزرعوا فيهم مجموعة من الأمثلة والحجج من الواقع اللي غادي تخلينا أننا نحبوا هذه المادة هذه. وقبل ما نخرجوا من هذه الحصة هذه غادي نكونوا أننا دينا معنا بزاف ديال الحوايج اللي غادي يعاونونا في الامتحان. بعد التمهيد البسيط لانه ما غاديش تحفظوه بطبيعه الحال، ولكن غير اننا باش ندخلوا لهذه المجزوءه هذه، فالتعريف ببساطه لمجزوءات الوضع البشري اللي غادي نحتاجوه فقط في المقدمه. شنو غادي نقولوا؟ ان مجال الوضع البشري هو مجال يتسم بالصعوبه والتعقيد، ليست من ناحيه الفهم. يعني ملي كنحط انا التقديم كنبغي نعرف به مجزوءات الوضع البشري، غير كيسمعوا التلاميذ ان مجال الوضع البشري يتسم بالصعوبه والتعقيد، كيقول لك اذا هو يتميز بالصعوبه والتعقيد. انا كيفاش غادي نفهموا هو كيتميز بالصعوبه والتعقيد؟ لا، من ناحيه التعريف، يعني من ناحيه انه يتميز بالصعوبه والتعقيد. علاش؟ لان مجزوءات الوضع البشري لم تهتم بالشخص وحده او الذات وحدها، بل اهتمت ب3 مواضيع مختلفه. يعني الشخص هو ذات، والغير ذات مختلفه، والتاريخ. ماشي بحال المجزوءات الاخرين بحال السياسه كنلقاو كتهتم غير بمجال السياسه وما يؤطر الدوله في علاقتها يعني مثلا بالعنف والحق والعداله. ولا مشينا مثلا لمجزوءات المعرفه نرى
تلك المجزوءة تنصب عن المعرفة، يعني تحاول البحث في المعرفة في مختلف المجالات. ولا مشينا للأخلاق غادي نحاولوا نلقاوها كتسمى بالأخلاق من خلال السعادة والواجب والحرية وإلى آخره. مجزوءة الوضع البشري هي مجزوءة كتميز بصعوبة التعقيد من ناحية أنها كتضم ليا ثلاثة ديال المفاهيم مختلفين، يعني متنوعين، يعني متنوعة، وتتداخل فيها عدة مستويات. هادشي قلنا وتتداخل في عدة مستويات، بمعنى ما كاينش فيها غير واحد المستوى واحد، بل فيها المستوى الذاتي الذي يتعلق بالشخص، والمستوى العلائقي الذي يرتبط بالغير، والمستوى الزماني الذي يرتبط بالتاريخ أو المستوى التاريخي. هذا هو التعريف. التعريف شنو غادي ندير له استاذ؟ غادي نحفظه، وملي غادي تكون عندي انا المقدمه كنحط فيها التعريف هذا. صافي هادشي اللي غادي نحتاج انا في التقديم ديال الوضع البشري، ما عندي ما نزيد. وممكن انك تزيد مثلا بحال تقول مثلا، وفي هذا السياق يمكن ان نستحضر قولة بورتاغوراس الذي يقول ان الانسان هو مقياس كل شيء، اي ان مجال الوضع البشري ارتبط بالفلسفه. كما قلت مجزوءات الوضع البشري هي مجزوءه حنينه كتضم لي ثلاثه ديال الوليدات. واحد الولد الكبير سميتو الشخص اللي هو اللي جات على اساس ديالو، وهذا مفهوم الشخص اللي ولد الوضع البشري ولد لنا ثلاثه ديال الدراري صغار. ولد لنا واحد الدري سميتو هوية الشخص، واحد سميتو الشخص بوصفه قيمه، وواحد سميتو الشخص بين الضروره والحريه. مشى لنا الوضع البشري يعني من بعد ما انه تزوج بالمراه اللي ولد معها مفهوم الشخص، مشى هو يعني هادشي اللي كنقول الاختلاف، مشى تزوج بواحد المراه اخرى ويولد معها واحد الدري واحد اخر سميتو مفهوم الغير. داك المفهوم الغير ولد لنا حتى هو واحد ثلاثه ديال الوليدات. الولد الاول سماه وجود الغير، الولد الثاني سماه يعني معرفه الغير، والولد الثالث يعني سماه العلاقه مع الغير. ما كفاش يعني كيسمع انه كاين التعدد، ما كاين التعدد، مشى زاد المره الثالثه هو يولد لنا واحد الولد الثالث سميتو مفهوم التاريخ. غادي هذا مفهوم التاريخ ايضا بالدور ديالو غادي يولد لنا ثلاثه ديال الوليدات اللي هما المعرفه التاريخيه، التاريخ وفكره التقدم، ودور الانسان في التاريخ. اذا فمفهوم يعني مجزوءات الوضع البشري غادي تولد لنا يعني ثلاثه ديال المفاهيم من ثلاثه ديال الزوجات، وبدوره غادي يوليو عنده بزاف ديال الاحفاد، يعني احفاد من مفهوم الشخص، واحفاد من مفهوم الغير، واحفاد من مفهوم التاريخ، بمعنى تسعه ديال الاحفاد اللي عنده، اللي هما نعاود في مفهوم الشخص عندنا هويه الشخص، الشخص بوصفه قيمه، والشخص بين الضروره والحريه. مفهوم الغير وجود الغير، معرفه الغير، العلاقه مع الغير. مفهوم التاريخ يعني المعرفه التاريخيه، التاريخ وفكره التقدم، ودور الانسان في التاريخ. ايضا هاد الاحفاد هادو ملي كنمشيو كنلقاوهم انهم يعني قراو وتكونوا، وانهم يعني تصاحبوا مع فلاسفه وكونوا مفاهيم وداروا اشكاليات، بمعنى انهم توسعوا، ما بقاوش يعني فقط يعني مجرد يعني محاور. فالمفهوم الاول اللي غادي يكون عندنا في هذه الحصه ان شاء الله هو مفهوم الشخص، يعني بالولاد ديالو بثلاثه. هويه الشخص، الشخص بوصفه قيمه، والشخص بين الضروره والحريه. على الاقل دابا حفظتي معايا المحاور. اول حاجه اللي نبداو بالتعريف ديال مفهوم الشخص قبل اننا ما ندوزو يعني للمحاور اللي فيه. مفهوم الشخص يعني غير يعني من التعريف النمطي اللي انه معروف عندنا. لا قلت لك شنو انت كتعرف على الشخص، غتقول لي الشخص هو واحد انسان طويل وغليظ ورقيق وسمر وابيض. انت عرفتي لي واحد الشخص انه كما كتشوفوا يعني في الجانب الفيزيولوجي ديالو، يعني في الجانب الخارجي ديالو. هادشي علاش اننا ملي كنمشيو يعني عند الفيلسوف يعني اندري لاراند، هو صاحب المعجم الفلسفي الذي يعرف فيه المفاهيم الفلسفيه، غادي نلقاو انه كيعرف لنا الشخص من ثلاثه ديال المنظورات. فالشخص من ناحيه الجسد او من الجانب المادي، اننا ننظر الى الشخص بكونه كائنا جسديا ظاهريا. يعني ملي انني كنشوف الشخص من برا كنعرفوا الشخص. علاش؟ لانني كونت عليه مجموعه من الصور. انني كنشوف عنده يدين كيتمشى، عنده عينين، عنده راس، عنده شعر، عنده عضلات الى اخره. هذا كنسميه انا شخص. وديما كنعطي هذا المثال هذا، كنقول لك انا انت بلا ما انك تكون قاري الفلسفه، لا مشيتي حطيت لك يعني سبع، وحطيت لك واحد الغزاله، وحطيت لك واحد الكلب، وحطيت لك واحد الحمار، وحطيت لك يعني واحد القرد، حطيتهم لك يعني في الغابه، وجبت لك معاهم يعني شخص انسان. اذا انت لا ترى الشخص يعني في وعيه وفكره، لا. اذا انت تعرف الشخص من خلال يعني جانبه المادي، يعني من خلال الشكل ديالو الخارجي. انت ملي كتلوح عينك يعني على دوك الكائنات كاملين، قادر انك تميز لي الشخص
من خلال الجسد. اذا التعريف الاول للشخص يعني من ناحيه الجسد. ثم التعريف الثاني او ما يسمى بالتعريف المعنوي هو نقول ان الشخص هو ذات واعيه عاقله مفكره حره مريده قادره على التمييز بين الخير والشر مثلا. هذا من الجانب اللامادي، يعني من الجانب المعنوي انا كنشوف الشخص يعني بكونه ذات مفكره واعيه عاقله تميز يعني بين الاشياء الايجابيه والسلبيه، تميز بين الشر والخير، قادره على الوصول الى اهداف محدده ومعينه، على عكس الحيوانات. يعني الشخص انا باش كنعرفوا انه راه شخص ديما كنقول انه هو كائن عاقل مفكر. هذا هو يعني التعريف الثاني. وهذه ديما انني كنعطي واحد التعريف او مثال اخر. ديجا انه مثلا حطينا في واحد الغرفه، علقنا واحد البنانه يعني في السقف، جبنا واحد البنانه علقناها في السقف مزيان. ملي علقنا ديك البنانه في السقف جبنا شخص وجبنا قرد، جبناهم حطيناهم في ديك الغرفه اللي فيها البنانه معلقه في السماء، عفوا معلقه في السقف، ومشينا ديناهم الغرفه الثانيه وغادي نلقاو فيها السلم يعني واحد السلم، ورجعناهم يعني الغرفه اللي كانت فيها البنانه. يا ركزوا معايا، حطيناهم في الاول يعني في الغرفه اللي كانت فيها البنانه، شافوا البنانه معلقه في السماء القرد والشخص، ثم خرجناهم يعني من ديك الغرفه وديناهم للغرفه الثانيه فيها سلم، ورجعناهم للغرفه الاولى اللي كان فيها البنان. اذا فالشخص بكونه كائنا عاقلا مفكرا شنو خصو يدير؟ واش انه غادي تبان ليه يعني ديك البنانه معلقه في واحد 3 متر ولا 4 متر كي غيدير حتى يوصلها؟ هنا غادي يخدم العقل ديالو الفكر ديالو الوعي ديالو، وغادي انه يدير ديك الدراسه، غادي يتفكر انه راه شاف واحد السلم غادي يمشي يجيبو وغادي يطلع به يعني وغادي يجبد ديك البنانه. على عكس القرد يعني غادي يبدا ينقز يبقى ينقز يبقى ينقز يبقى ينقز حتى ما يوصلها شويه. اذا هنا يعني من الجانب المعنوي نقول ان الشخص هو كائن عاقل مفكر واعي قادر على التمييز، يعني كيميز. اذا الشخص هو قادر على التمييز، اذا انا ملي حطيته في ديك الوضعيه قدر يميز ليا وقدر يوصل للحل. ثم التعريف الثالث يعني من الناحيه القانونيه نقول ان الشخص يعني من الناحيه القانونيه هو قادر على تحمل مسؤوليه افعاله قانونيا واخلاقيا. يعني ان الشخص هو قادر على تحمل مسؤوليه افعاله قانونيا واخلاقيا على حساب يعني ايمانويل كانت. فعلاش قلنا ان الشخص من هذا المنظور هذا نقول انه من الناحيه القانونيه كنعرفوه بانه الشخص قادر على تحمل مسؤوليه افعاله قانونيا واخلاقيا، وايضا كيعرف الواجبات اللي عليه والحقوق. علاش؟ لانه لا جبنا حيوان كلب عض لنا واحد الانسان او عض لنا واحد الطفل صغير وقتلو ما غاديش نحاسبوا الكلب، لانه لا يتحمل مسؤوليه افعاله قانونيا واخلاقيا. على عكس مثلا لا جبنا واحد الشخص عاقل وقتل لنا واحد الدري صغير غادي نحاسبوه على داك الجرم اللي دار وغادي يدخل الحبس. هنا فاش كنميزوا يعني الشخص. وبخلاصه ممكن نقولوا ان الشخص هو كائن عاقل مفكر، لان الشخص هو كائن عاقل مفكر مزيان قادر على التمييز بين الخير والشر، ويتحمل مسؤوليه افعاله واختياراته. هذا التعريف المختصر اللي ممكن تحفظوه وتبقى توظفوه يعني في التحليل. كما قلت هذا مفهوم الشخص من بعد ما اننا عطينا عليه هذا التعريف هذا غادي نلقاو فيه 3 ديال المحاور. هويه الشخص، الشخص بوصف فيه قيمه والشخص بين الضر والحريه. ببساطه وبالدارجه بلا ما تصدع راسك، هنا ملي انك كتشوف انت المحور ديال هويه الشخص ديما ما تحاولش تعقد الامور وتخلع يعني من الفلسفه، لا ديما تحاول انك تشوف هذا المحور هذا بداكشي اللي كتعيش انت في الواقع وداكشي اللي كتفهم بالدارجه. عاد حولوا ديك الساعات الفصحى. ملي كنقول لك الهويه الشخصيه او الشخص والهويه يعني انت كذات عندك واحد الانطباعات، عندك واحد الاحاسيس داخليه، عندك يعني واحد المشاعر داخليه باش كتعبر عليهم. او ببساطه او بالدارجه انت كشخص يعني واقف همه وزين وطوله وجريده باش كنعرفوك انت راه هو انت. يعني باش كنعرفك مثلا باش كنعرف انا يسرى راه هي يسرى، ربما شي تصرفات كديرهم. او باش انا كنعرف ايه مثلا راه هي ايه، او باش كنعرف مثلا يعني مروان راه هو مروان باش كنعرفك. اذا هنا ملي كنقول لك الهويه هي راه ماشي اننا كنقلبوا على شي حاجه تقاس ماديا كنشوفوها. واش هل يمكن ان تدرك الهواء اننا كنعرفوا انه كاين، او مثلا الذرات او الجاذبيه، حنا ان الحوايج كنعرفهم انهم كاينين في الكون، ولكن هل يتم قياسهم؟ مثلا كتمشي كتهز الهواء كتشدو ولا لا؟ كذلك الهويه شيء معنوي شيء جوهري لا يلمس، ولكن انك انت باش كتعرف راسك انت راه هو انت. اذا باش
كاين الفلاسفه غادي يجيو غادي يقول لك واحد الفيلسوف وانا باش كنعرف راسي راه انا هو كنفكر، وكاين واحد يقول لك انا باش نعرف راسي انا راه هو سعيد ولا حسن ولا خالد راه انا عندي المشاعر والاحاسيس. كاين اللي غادي يقول لك واحد انا باش كنثبت الهويه ديالي الصلاه، كاين اللي غادي يقول لك انا باش كنثبت الهويه الاراده. كل واحد من المنظور ديالو من الزاويه ديالو. واحد كيثبت الهويه ديالو حيت كيتعصب. عاد كنشوفوا الشخص الحقيقي. اذا باش كنعرفوا حنا الشخص الحقيقي، باش كنعرفوك انت راه الحقيقه ديالك هي واش انت كتغير ولا ما كتغيرش، يعني بدوك الانطباعات اللي عندك. ثم الشخص بوصفه قيمه، يعني قيمه الاشياء لا تحدد يعني بقياسها ماديا مثل الهويه. يعني فالفلسفه لا تدرس يعني دائما يعني ما هو مادي، مثلا كعنف الدوله مثلا الى لا. دائما ان بعض المرات انها تتعمق فيما هو جوهري لا مادي لا معنوي يدرك، مثلا كاصل الوجود. يعني فاش بداو الفلاسفه اشياء لا تدرك ولكن تم يعني التحقق منها وتم البحث فيها. فلذلك عندما نقول الشخص بوصفه قيمه، بمعنى قيمتك انت كشخص، كيفاش انك تحدد المكانه ديالك، كيفاش كتخلي الناس يتعاملوا معك، كيفاش انك كتكون انت هو نفس الشخص وانك تفرض الوجود ديالك في واحد المكان معين، كيفاش تخلي الناس انهم يحترموك ويسلموا عليك او يركعوا ليك مثلا، كيفاش انك تخلي المكانه ديالك مشهوره بين الناس. اذا من اين تكتسب تلك القيمه؟ واش من ذاتك ام من الاخرين او من المجتمع؟ ثم الشخص بين الضروره والحريه، بمعنى انت في هذا الكون مع مجموعة من الناس في واقع معين، هل أنت حر فيما تفعل أم أنك خاضع للضرورة وإكراهات وجبريات وحتميات تحد من حريتك؟ ببساطة أو بالدارجة أو كما بغيتها، أنت وكتفرج فيا دابا في هذا اللايف هذا، واش أنت حر أم أنك خاضع؟ ممكن واحد أنه يقول لي أنا حر لأنني أنا اللي اختاريت أنني نتفرج في هذا اللايف، وكاين اللي غادي أنه يشوف من هذا المنظور أنه خاضع للضرورة لأنه تابع الامتحان الوطني. لا فهمتوا هذه النقاط يعني غير من البدايه ديال دابا، كون على يقين انك راه غادي تمشي مزيان يعني في هذه الماده هذه. نبداو على بركه الله بالمحور الاول، هويه الشخص. نتمنى ان هذه الافكار كامل اللي شرحنا دابا يبداو انهم كيتضحوا ويحاولوا انهم يقربوكم من الصوره ديال هذه الماده هذه اللي بسيطه وسهله. لا حبيتوها بطبيعه الحال، حب الماده غادي تحبك وغادي تعطيك، كرهتيها وحاولتي انك تشوف انها صعيبه راه غادي انها تعذبك. اول حاجه المحور الاول الشخص والهويه. كما قلت الهوية شيء غير مادي، ليس مادي ملموس، بل أنه شيء جوهري داخلي معنوي. يعني أنا كما قلت أنا باش كنعرف راسي أنا راه هو بروف تامر مثلا، ربما أنا شخص مفكر أو واعي أو مثلا عندي أحاسيس أو ظريف أو تعامل مثلا مزيان أو خايب على حساب. فالشخص والهوية كمحور أول عندنا يعني في هذا المفهوم هذا غادي يكونوا فيه بطبيعة الحال مجموعة ديال المفاهيم من بينهم مفهوم الشخص اللي يلاه عرفناه، بالتالي ما غاديش نبقاو اننا نزيدو نعرفوا يعني المفهوم اكثر. غادي ندوزو للمفهوم الثاني هو الهويه. فماذا نعني بمفهوم الهويه؟ ايضا يعني بقاو تكتبوا المفاهيم اللي ديجا انكم حافظين باش انكم حتى ايضا ترسخوهم ولا كان شي خطا نصحوه. فمفهوم الهويه شنو كنعنيو بها فلسفيا؟ فهي الخاصيه التي يكون فيها الشخص بموجبها مطابقا لذاته كما تجعله متميزا عن غيره في نفس الوقت. بمعنى الهويه هي تلك الصفات الجوهريه الداخليه في الانسان، اي تلك الصفات الجوهريه الداخليه في الانسان. يعني فيك انت وفي انا وكاينه في ذكرى ويسرى وكاينه في هيثم وكاينه في سناء، يعني واحد الصفات جوهريه اللي فيك انت اللي كتميزك على غيرك. الا مشينا على سبيل المثال البصمه، ملي كتمشي كتبغي تبصم يعني لاكارت ديالك، فالبصمه ديالك انت تختلف عن غيرك من البصمات. يعني عندك انت واحد البصمه يعني كتختلف عليا وعلى غيري وعلى يعني 8 المليار. يعني البصمه ديالك انت هي تختلف عن كل البصمات الاخرى. كذلك الهويه، يعني اذا كانت يعني البصمه انها شيء جوهري كيتقاس ماديا وكنثبتوا به الهويه ديالنا يعني الواقعيه، فالهويه الداخليه يعني ديجا انا راه عندي واحد البصمات داخليه لا تلمس لا ترى بالعين المجرده، فنسميها الهويه الداخليه. وهي كما قلنا هي مجموعه من الخصائص الجوهريه الداخليه في الانسان التي بموجبها يكون مطابقا لذاته. بمعنى يعني بديك الصفات اللي كنجمعوهم كنلقاوها انها تنطبق معاك ما كتختلفش عليك، وفي نفس الوقت انها كتخليك مختلف عن الاخرين. على سبيل المثال، اذ جئنا وقلنا ان التفكير هو الذي يثبت هويه الشخص، ان التفكير هو اللي كيثبت لي هويتي.
هل يمكن أن نتفق على أن كل الناس تفكر بنفس الطريقة؟ واش جميع الناس غادي تفكر بنفس الطريقة؟ لو كانت جميع الناس تفكر بنفس الطريقة وكانوا جميع الأشخاص يفكرون بنفس الطريقة لكنا أننا مثل القطيع. ملي كنمشيو مثلا ملي كنمشيو حنا مثلا كنلقاو قطيع الدبابه مثلا ولا قطيع الفياله ولا قطيع مثلا يعني الاسود ولا قطيع، كنلقاهم كيمشيو بواحد السيستيم معين، نفس الغريزه ديال التوالد والاكل والافتراس الى اخره، اللي عندهم واحد المنهج. اذا هويه موحده تمشي في نفس الطريقه وعندهم نفس الحوايج ما كيختلفوش. بينما الكائن العاقل الانسان بكونه كائنا مفكرا، فاش نقول لك انا الهويه مثلا تقترن بالتفكير، ليس معنى انها تقترن بنفس التفكير عند نفس الناس، بل انه يكون هناك اختلاف بيني وبينك في ناحيه التفكير او بيني وبينك في ناحيه المشاعر. كاين مثلا واحد الشخص المشاعر ديالو يعني صلبه، تقدر انك مثلا تشد فيه ما يتقلقش، الهويه ديالو ترتبط بديك المشاعر صعبه، كاع ما يضحك ولا مثلا كيشوف شي واحد مات كاع ما كيبكي ما حتى شي حاجه. وعكس واحد اخر عنده المشاعر ديالو هشه رطبه، غير انه كيشوف واحد الموقف بسيط يبدا يبكي ولا يتاثر. اذا الهويه ديالنا كامل كترتبط بالشعور، ولكن الشعور يختلف من شخص الى اخر. نتمنى ان مفهوم الهويه نكونوا اننا بسطناه. بالنسبه للمفاهيم الاخرى ان شاء الله اللي غادي نحط لكم، تلقاو التفكير، تلقاو الشعور، تلقاو الذاكره، تلقاو يعني الجانب الجسدي الى اخره. مزيان. فوالا الهويه هي الصفات الجوهريه التي تجعل الشخص هو مطابق لذاته. مزيان، فوالا نفس التعريف. بالنسبه للاشكاليه ديال المحور، غادي نقولوا ما المعايير؟ هل هويه الشخص تغير بتغير الزمن والمكان؟ على حساب ديما اننا ملي كنطرحوا السؤال هنا ننظر الى من زاويتين. ما عمرك انك تشوف يعني ملي كنطرحوا سؤال فلسفي او كنطرحوا قوله او موضوع فلسفي ننظر اليه من زاويتين. هل الشخص تتغير، هل هويه الشخص تتغير مع تغير الزمن والمكان؟ هنا جبنا يعني جوج ديال الاصناف. غادي نلقاو واحد الاشخاص مثلا كيسافروا خارج البلد ديالهم عبر الزمن والمكان، يعني مشاو واحد 10 سنين زمنيا والمكان بدلوا المكان، ورغم ذلك ملي كيرجع كتلقاه نفس الشخص، وغاب عليك 10 سنين كتلقاه هو نفس الشخص. اذا هويته تتغير. كاين اشخاص اخرين تتغير هويتهم بتغير الزمن والمكان. كاين شي غير من يعني من العروبيه مثلا لكازا ولا شي حاجه كيجي كيبقى يقول لك تريح وكذا. اذا كتغير يعني تغيرت الملامح ديالو، الطبع ديالو، الاحاسيس ديالو، مابقاش كيتعامل مع الناس كما كان. اذا هنا تغيرت. ديما نشوفوا الموضوع من زاويتين. هذا هو يعني يعني روح الفلسفه، يعني ما تشوفش الموضوع يعني من زاويه واحده. اش كنقول لكم، يعني ديما في التركيب وفي الخاتمه كتحاول يعني تشوف الموضوع ديالك يعني من موقفين، انت كتامن بموقفين. اذا فالاشكاليات غادي نقولوا ما المعايير المحدده لهويه الشخص؟ يعني من بعد ما عرفنا الهويه الشخصيه الخاصيه التي تميز الشخص وتجعله هو، اذا هنا غادي نسولوا راسنا باش كنعرفوا الشخص راه عنده هويه. اذا ما المعايير المحدده لهويه الشخص؟ هل هويه الشخص تتحدد بالتفكير ام تتحدد بالشعور ام الاراده ام الذاكره؟ كل فيلسوف غادي انه يقول لنا باش كتبت الهويه. ثم هل هوية الشخص تتميز بالوحدة والتطابق والثبات أم بالتعدد والتغير والدينامي؟ بمعنى أو ببساطة أو بالدارجة، واش ديك الهوية حنا لأننا اكتشفنا فينا، واش ديما أنها كتبقى نفس الهوية؟ واش حسن كيبقى نفس حسن ملي تزاد حتى أنه دار 80 عام وتمات؟ واش كتبقى الهوية ديالو ديما ثابتة يعني بثباتها وباستمرار الزمن والمكان، أم أن هوية حسن تتغير بتغير المواقف والأحاسيس والاضطرابات الى اخره؟ مثلا واحد الشخص كانت الهويه ديالو يعني تبنى على موقف مثلا الحنانه في الناس والتعامل مع الناس واللطف بالناس، انه كان كيدير الخير في الناس، ولكن انه ملي انه كان ديما كيدير الخير في الناس بزاف، اكتشف ان بزاف ديال الناس كيخدعوه وكيخونوه وكيطعنوه وكيسرقوا ليه. بالتالي هل نقول ان هذا الشخص ستستمر هويته بالثبات ام انها ستتغير بتغير الظروف والمواقف وافعال الناس؟ بالنسبه للفلاسفه اللي غادي يجاوبونا الابطال على هاد الاشكاليات، غادي نختاروا حنا 3 ديال الفلاسفه. فهويه الشخص غادي نختاروا 3، باقي المحاور اختاروا 2 غادي يكونوا كافيين. هويه الشخص علاش؟ لانها متعدده، من ننظر اليها من زوايا مختلفه، لان الهويه ماشي يعني موضوع محدد، بل ان الهويه هي مفتوحه على مجموعه يعني من المحددات. اول حاجه بالنسبه للفيلسوف ديكارت، الفيلسوف يعني الفرنسي روني ديكارت، الفيلسوف العقلاني. ديكارت غادي يقول لك ببساطه، عقلوا على هذه النقطه وراه غادي نساليو الموقف. ديكارت يقول لنا ان هويه الشخص كتبنى بالتفكير.
يعني ان هويه الشخص كتبنى ليا بالتفكير. يعني انا باش كنعرف راسي راه انا، ويعني وهاجر باش كتعرف راسها راه هاجر، واميره باش كتعرف راسها راه اميره، وفردوس باش كتعرف راسها راه فردوس، واسماء باش كتعرف راسها راه اسماء، ايمان باش كتعرف راسها راه ايمان، محمد باش كيعرف راسو، مروان باش كيعرف راسو، نبقى نهضر السميات ديالهم كاملين ما غاديش نسالي. انه مفكر. يعني انت ملي كتفيق في الصباح وكتشوف مثلا الشمس طلعت مثلا يعني من المشرق وغربات، كتسول راسك ان هذه الشمس مثلا فين كتمشي ولا فين كتجي، ولا علاش حنا اننا مثلا اننا كنكبروا، وعلاش مثلا الشعر كيطوال. انت انك كتفكر، يعني ماشي بحال الحيوانات انها عندها واحد الهدف انها تاكل والغريزه وانها تزوج وكذا، عندها واحد الدوره ديال الحياه محدده. لا، الشخص انك انت كذات مفكره. هادشي كامل اللي وصلنا ليه حنا حاليا هو بواسطه التفكير. الانسان كيفكر، وان الانسان مثلا ملي لقى راسو يعني في حاله الطبيعه، ووجد نفسه في حاله الطبيعه، انسان انه بدا كيفكر. اذا هنا انه كتبت هويته بالتفكير. شاف مثلا الحيوانات على سبيل المثال، يعني من اكتشفنا احنا مثلا الطياره، ولا شاف ان الانسان شاف الحيوانات كيفاش كيطيروا، او شاف مثلا الطيور كيفاش كيطيروا، شاف مثلا واحد الحشره بحال لاكوبتير مثلا، من تما من جات الفكره. شاف مثلا يعني كيفاش ان الحيوانات ما تمشي في قطيع اساس الدوله والمدينه. شاف كيف، يعني شاف مثلا الانسان في الاول مثلا قابيل وهابيل، فاش شاف مثلا الغراب كيفاش كيدفن خوه، يعني تعلم الدفن. فالانسان انه كيفكر. على عكس مثلا اللي جبنا يعني ديك الساعات فاش ان قابيل وهابيل كانوا تقاتلوا بيناتهم، والغراب يعني قتل غراب ودفنوا، لو انه دار شي حيوان اخر من حداهم ما غاديش يستافد من التجربه. ولكن الانسان مادام كيفكر وكيحاول انه يعني ينمدج كل ما يراه في محيطه، وكيحاول انه يخرج منه يعني ما يستفيد منه. هنا كنقولوا ان هويه الشخص كتثبت بالتفكير. اذا فديكارت ببساطه كيقول لك ان هويه الشخص ترتبط بالتفكير، ان هويه الشخص تتحدد بواسطه التفكير، وذلك من خلال الكوجيتو الديكارتي: انا افكر اذا انا موجود. هذه قولة مشهورة عند ديكارت، الكوجيتو الديكارتي: أنا أفكر إذا أنا موجود. يعني أنا أفكر إذا أنا موجود، وكلما انقطعت عن التفكير انقطعت عن الوجود. يعني انا مادام كنفكر يعني في واقعي، اشك يعني في كل من حولي، الا ما كنشكش انا الا ذاتي. كيقول لك ديكارت: فانا اشك في كل شيء من حولي الا ذاتي، لان هي اللي كتشك. لو انني شكيت في ذاتي لانقطعت عن التفكير. فبالتالي ديكارت يعني الفكره ديالو بخلاصه وببساطه كيقول لك ان هويه الشخص كترتبط بالتفكير. حفظت هذه النقطه هذه صافي، راه ساليتي ديكارت. ان هويه الشخص تتحدد بواسطة التفكير من خلال الكوجيتو الديكارتي: أنا أفكر إذا أنا موجود. فعندما أشك فأنا أفكر إذا أنا موجود، وكلما انقطعت عن التفكير انقطعت عن الوجود. وفي الاخر ديكارت يقول لنا انه هي شخص ثابته. يعني التصور ديال ديكارت ها هو واحد جوج سطور تقريبا غادي يكونوا كافيين لاحظتهم فيه. ملي غادي تكتبوا هاد ثلاث سطور غادي يعطيكم تقريبا واحد ثلاث سطور. مزيان مزيان. ها الفيلسوف الاول حنا اننا ساليناه ببساطه، وكاين بزاف ديال الامثله مثلا حطهم لكم يعني في البي دي اف ديال الامثله وحجج ديال الاطروحات. غادي تلقاو مثلا يعني مثال باش انني كنعرف ان اساس هويه شخصيه التفكير ان المفكرون وما وصلوا اليه من حقائق فهي بواسطه التفكير. عندنا مثلا انه ملي كتشوف انت يعني ملي كتشوف انت يعني القمر معلق في السماء، وكتشوف الشمس معلقه في السماء وكل الكواكب، مزيان ملي كتشوف انت معلقه في السماء، راه ملي انك نهز عيني وكنشوف القمر معلق كيبان لي بحال الدرهم. هنا انني يعني لا قلت انا راه هذيك هي الحقيقه، اذا انا ما كنفكرش. وملي كنرجع يعني للاشكال الهندسيه وكنرجع لعلم الفلك، كنلقى ان القمر اكبر مما اتصور، وكنلقى كواكب اكبر من الارض يعني بالاف يعني الاحجام. هنا كنسول راسي اذا هنا انني باش واش الحواس، اذا الحواس خدعتني. وديما ان ديكارت يقول لك ان الحواس خداعه، ومن يخدعك مره فلا يمكن ان تطمئن اليه لبناء الحقيقه. يعني ان الحواس كيخدعوني، انا ما يمكنش نطمئن لهم لبناء الحقيقه. وكاينه واحد النظريه يعني ديال افلاطون يعني في الفلسفه اليونانيه قبل الميلاد، وما زالت فلسفتهم يعني تدرس الى يومنا هذا. نظريه الكهف. هاد نظريه الكهف ممكن ان نطبقوها يعني على يعني التصور ديال ديكارت باش نثبتوا على لان افلاطون هو فيلسوف عقلاني، وكل الفلسفات التي اتت بعد افلاطون فهي تسير يعني على نهجه. فافلاطون كان قال يعني عطى واحد النظريه ديال الكهف، قال لك انه لنفترض
ان مجموعه ديال الاشخاص يعني متسلسلين يعني مربوطين يعني في واحد الكهف، وكاين يعني وراهم يعني كاين واحد العافيه، واحد العافيه يعني واحد شعله واحد العافيه، وكيبان يعني كيطلع منها واحد اللهيب، وان يعني مثلا كيدوزوا واحد الناس برا الكهف، ولا مثلا انه كيكونوا مثلا جبال يعني برا الكهف، ولا كيكونوا مثلا يعني مناظر طبيعه، وان يعني ديك العافيه مادام شاعله يعني كتعكس لهم يعني الخيال ديال داكشي اللي برا يعني في الكهف كيشوفوه قدامهم، يعني كيظنوا ان هذيك هي الحقيقه. اما واحد اللي هرب منهم وخرج واكتشف يعني الحقيقه اللي خارج الكهف، غادي انه يشوف راه ضروري انه كاين عالم المثل، يعني عالم المثل باش كنوصلوا عن طريق التفكير، يعني خصنا نفكروا. اش كيقول لك ان الكرسي اللي عندنا حنا يعني في الواقع ليس هو الكرسي اللي كاين في عالم المثل، فبالتالي عالم المثل كيكونوا فيه يعني شي حوايج واعرين وزوينين وهما اللي اجمل، فالجمال الذي يوجد في الكون فهناك في عالم المثل يعني جمال اجمل منه. عطيتكم هذا المثال باش نبين لكم على انه يعني التفكير اللي كيوصلنا للحقائق، سواء حقائق يعني في الوجود او حقائق ذاتيه، يعني باش انا كنعرف ذاتي عن طريق التفكير كما كيقولنا ديكارت. القوله ديال ديكارت انا الذي اشك، انا الذي افهم، انا الذي ارغب، هي القوله اللي بغيتو انكم تحفظوها. بالنسبه للموقف نتمنى ان ديكارت يكون ان الموقف ديالو يعني ثابت ومفهوم. بالنسبه للتصور الثاني جون لوك، هو مخالف لديكارت. يعني الا كان ديكارت انه كيبني الهويه عن طريق العقل والتفكير، فان جون لوك هو فيلسوف تجريبي، انه كيبني لي الهويه عن طريق الادراكات الحسيه، عن طريق الوعي وعن طريق الذاكره، يعني كيعطيني ثلاثه ديال الحويجات. لاحظوا معايا ببساطه، انا التصورات يعني في هذا الملخص هذا يعني ما ديريكمش فيهم بزاف ديال الكتبه، تقريبا جوج سطوره ما قل ودل وكتفهم فيه يعني التصور، وحتى لو بغيت تحفظه ما غاديش تعذب فيه. لاحظوا معايا، جون لوك اول حاجه كيرفض لي التفكير. ركزوا معايا مزيان، يعني بحال انه كينتقد لي ديكارت وكينتقد كل العقلانيين. كيقول لك ان هويه الشخص ما كتحددش ليا بالتفكير او ما كتحددش بالعقل. علاش استاذ؟ لان العقل هو عباره عن صفحه بيضاء. ماذا؟ العقل عباره عن صفحه بيضاء، يعني العقل كيكون خاوي، كيكون بحال شي طارو، انا اللي كنعمرو. مزيان، انا اللي كنعمرو يعني بالافكار والمبادئ والتجارب، كنبقى انني نكتسب تجربه. على سبيل المثال، دوبا نتوما انكم كتعيشوا مع الدراري الصغار، كاين اللي ما عندوش، كاين اللي عنده خوتو، كاين اللي عنده ولاد عمته، كاين اللي عنده وليدات صغار. كتشوف الدري الصغير انه يقدر يدير شي كارثه، يحط ليه غير شي حاجه يعني فيها السم، حطها لي قدامه غادي يهزها وياكلها، لانه غير مفكر، غير قادر للتمييز، ما كيعرفش كاع الاشياء، انه ما عارفش هو حتى فين كاين. يلا كيبدا يميز يعني عن طريق الحواس، مثلا كيبقى يشوف شي واحد حدا كيلعب حداه، كيبقى يشوف دوك الحركات يبقى يديرهم، يشعل حدا كارو حتى هو كيشعلو، لانه ما كاينش حاجه سميتها التفكير من البدايه. عنده حواس وعنده ذاكره، يعني دوك الحواس ملي انه كيتعلم منهم حوايج كيخزنهم في الذاكره، حتى كيوصل لواحد 10 سنين شحال عاد كيبدا كيفكر. الصلاه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول لك علمهم يعني في السبع وضربوهم في العشر. اذا قلنا كون كان التفكير يعني في الاول غادي يقول لك لا خصنا نصليو يعني ملي نكونوا كنرضعوا. فلذلك ان جولو كيرفض لنا التفكير، كيقول لك ماشي هو اساس هويه الشخص، لا تتحدد هويه الشخص يعني بالعقل لكونه يولد صفحه بيضاء. ان الانسان ملي كيتولد اول حاجه كيتولد وعنده واحد العقل ديالو خاوي، وهذا الموقف الصحيح، لانه لا يمكن ان تفكر وانت يعني ما زلت يعني لم تعرف الاشياء التي تدور حولك ولم تكتسب تجارب. واصلا ان يعني التفكير هو جاء بناء عن تجارب، يعني الانسان انه فاش انه كان في الطبيعه يعني استفد مثلا استفد مثلا من الحيوانات، واستفد من الطبيعه، واستفد يعني من الكون، عاد انه بدا كيفكر. فلذلك ان جولوك يقول لك فالحواس هي التي تمد العقل بالمعارف. شنو هما الحواس؟ هي مثلا السمع، البصر، الشم، الذوق، كل الحواس التي يعني من خلالها اتعرف على الاشياء. انا ما كنتش غادي نعرف ان البحر انه كيغرق لو انني ما عمتش فيه، لما حسيتش به وجربته. وانا ما كنتش غادي نعرف العافيه كتحرق لو انني ما درتش فيها يدي. وما كنتش غادي نعرف الفلفله راه حاره واش انه مثلا بانت لي واحد الفاكهه. شحال من واحد انه كيمشي مثلا لشي غابه ولا شي ادغال وكيشوف واحد الفاكهه، واش ممكن انه يفكر ان ديك الفاكهه هو بانت لي فاكهه زوينه من برا، خاصو حتى يكتشفها ويجربها عاد يحكم. لكن الحواس خداعه على جينا اننا لهذ المواقف هذو ما غاديش نساليو حنا الفلسفه. فيعني لا قلنا ان الحواس خداعه راه عند ديكارت، وحتى اننا لا قلنا هنا ان العقل عباره عن صفحه بيضاء، راه ديكارت قال لنا ان العقل هو اساس هويه الشخص. اذا هنا واش غادي نوقفوا حنا هنايا؟
حنا كنشوفوا من زاويه الفيلسوف، من منظور الفيلسوف فقط. ما كيهمناش انه اذا اننا جينا قلنا راه ان الحواسيه خداعه ومن يخدع عليها يمكن ان نطمئن الى بناء الحقيقه، وجينا قلنا ان العقل هو عباره عن صفحه بيضاء. راه هادو فلاسفه كيتردوا بيناتهم، اذا حنا غادي نوقفوا، ما غاديش نساليو، ما غاديش نناقش، نناقشوا الفلسفه، لان الفلسفه شنو هي؟ هي ام الاختلاف. يعني النقد كل واحد كيشوف من المنظور ديالو، هذا كيشوف من هنا وهذا كيشوف من هنا وانا كنشوف من هنا. واش فهمتوا؟ انا من المنظور ديالي نقدر نقول لك ان العقل عباره عن صفحه بيضاء، وان الحواس خداعه، وانا كنبني الهويه ديالي عن طريق يعني التامل في خلق الله. انا من المنظور ديالي، وانت تقدر يعني من المنظور ديالك تقول لي انه هو الشخص يعني كتحدد باللي انني كنطيح قدام شي قصريه ديال الرفيسه وكنبرد الهواج ديالي فيها. يعني فوالا كلشي عنده الصح. مزيان محمد، كل واحد من المنظور ديالو راه عنده الافكار ديالو صحيحه. اش كيقول لنا يعني جون لوك؟ فالحواس هي التي تمد العقل بالمعارف، اي ان العقل هو اساس هو الشخص، ولكن راه تا كيسبقوه الحواس. انني مثلا ملي كنعرف الاصوات كنولي كنميز وكنبدا نفكر انه مثلا ملي جات هذه الموسيقى ومنين جات المونتاج ومنين جات العجب عن طريق ان الحواس كنستافد من تجارب عاد كنبني. ما يمكنش انك مباشره تجي تفكر في واحد الحاجه وانت انك ما دوزتيش عليها تجارب. فلذلك جون لوك يقول ان هويه الشخص تبنى عن طريق الادراكات الحسيه. عرفنا الادراكات الحسيه، كما انه هو شخص تحدد بالوعي. يعني بالوعي يعني كما كنقولوا الشعور، يعني الاشياء التي تفعلها وانت تشعر بما تفعل. على عكس يعني سيغموند فريد غادي يقول لك انه هو شخص كتبنى باللا شعور. ف يعني جون لوك يقول لك انه هو شخص كتبنى بالشعور. يعني انت انك بغيتي تاكل واحد البيتزا شعرتي باش كتاكل، انت انك بغيتي تقرا مثلا الفلسفه شعرتي انك شنو كدير. ماشي انك انت غير جيتي وطحتي مثلا في الفلسفه او جيتي واختاريتي ادب وعلوم انسانيه، انت اختاريتيها عن طريق الوعي بها، انت واعي بما تفعل وتتحمل مسؤوليه هذا الفعل. ثم انه هو الشخص حسب يعني جون لوك يعني في المرحله الثالثه تتحدد بالذاكره باعتبارها امتداد للماضي. اي ان ديك الذاكره اللي ديما انها كتربطني بداك الماضي سواء كان بعيدا او قريبا، فهي كتبدي الهويه. علاش؟ لان الذاكره هي خزان لكل المعارف اللي كندوزها. انت انك دابا حاليا ممكن انك تذكر واحد الموقف وقع لك مثلا واحد 20 عام عادي. علاش؟ لان الذاكره خزناته. او مثلا واحد الشخص مثلا مات لي واحد الشخص ديجا انك كتفكر. اذا الذاكره مادام انك كتخزن لي كل ما كان في الماضي فانها اساس هويه. وفي الاخر يعني جون لوك يقول لك ان هويه الشخص تبقى ثابته، يعني ديما انك تبقى ثابته ما كتغيرش رغم اتساع الهويه وتعددها وانها تتكون من مجموعه من المحددات، ولكن في الاخر كتبقى ثابته. هذا هو الموقف ديال جون لوك، حتى هو سهل يعني ما كاينش واحد التعقيد لانه واضح قرا غادي يبان لك. بالنسبه للموقف الثالث يعني هو الموقف ديال سيغموند فريد. بالنسبه لسيغموند فريد كيقول لك ان اساس هويه الشخص هي اللا شعور ومقومات الجهاز النفسي. سهله وبسيطه بالدارجه، بمعنى انه كيقول لك ان يعني سيغموند فريد يعني انا باش كنعرف راسي انا راه هو سيغموند فريد، وباش كتعرف راسك انت راه هو يعني انت هي سناء، ولا مثلا باش كتعرف راسك انت راه هو محمد، انك عندك واحد لا شعور. يعني عندك واحد الجانب، عندك واحد الجانب وراء الذات ديالك او يعني في اللاوعي ديالك هو اللي كيملي عليك شنو كدير. على سبيل المثال شخص يعني دري صغير كان كيشوف مو وباه كيدابزو، اذا هو ديك الساعات يعني باقي صغير، ولكن انه كيتكون عنده في اللا شعور ديالو العنف، انه غادي يولي عنيف ملي انه غادي يكبر. اذا هنا باش انه كيثبت راسو انه هو مثلا داك الشخص عن طريق اللا شعور، لانه ملي كيكبر داك اللا شعور هو اللي كيولي كيتحكم فيه. غادي يولي عنيف، ولا غادي يولي كيغتصب، ولا غادي يولي كيقتل، ولا غادي يولي مجرم، ولا غادي يولي. اذا على حساب انت شنو جبتي معك من الصغر ديالك. اذا لا شعور هو مقومات الجهاز النفسي. علاش كنشوفوا حنا مجرمين ملي انه كيسولوه مثلا في واحد المنبر اعلامي كيقول ليه علاش انت كتقتل، كيقول لهم راه انني فاش كنت صغير انني تعرضت لاغتصاب، او انني كنت صغير كنت انني كنشوف الام ديالي وكيضربها الاب ديالي، وهادشي انه او انني كذا وكذا، كيعطي بزاف ديال المبررات. علاش ان سيغموند فريد يعني علاش؟ لانه هو محلل نفساني وكان اكتشف واحد التجربه ديال التداعي الحر، يعني واحد بمعنى علاج سماه التداعي الحر. شنو كيدير؟ كيدخل يعني المرضى ديالو في واحد المرحله ديال التنويم المغناطيسي وكيخليهم كيبقاو يبوحوا بالاسرار ديالهم. يعني كيعبر كيقول لك شنو كنت كندير وانا ماشي هكا، وها اللي كيخليني ندير هكا وهكا. اذا انه كيخلي ان ذاك المريض كيبقى يقول الاسرار ديالو اللي كانت مخزنه، يعني كاينه في اللاوعي ديالو، يعني شي حوايج دوزهم في الصغر ديالو ولا مواقف دازوا عليه الى اخره اللي خلاته انه يكون يعني كهذا الشخص هذا.
اش غنقولوا مثلا حسب سيغموند فريد فهويه الشخص تتحدد من خلال اللا شعور. انت هادشي اللي تحفظ ما يهمك كاع هادشي اللي قلنا حنا، اللا شعور واللاوعي، بمعنى الافعال ديالك والسلوكات ديالك والتصرفات ديالك اللي كدير انت ماشي انك اللي كديرهم، بل ان اللاوعي ديالك، يعني كاين واحد الشخص وراك كيتحكم فيك بواحد التيليكوموند، بحال انك انت كتحكم في واحد اللعبه. انت عندك واحد اللعبه، واحد الطوموبيل كتحكم بالضوء، راه ماشي هي اللي كتمشي، بل ان واحد الشخص من وراها كيتحكم فيها، يعني اللاوعي ديالها انت كديها هنا وكديها هنا. بحال انت هكا، يعني يقول لك سيغموند فريد راه ماشي انت اللي كدير الافعال وكدير التصرفات والسلوكات، بل اللا شعور. وهكا ايضا ممكن يعني سيغموند فريد ايضا الموقف ديالو حتى هو نوظفوه يعني في الشخص بين الضروره والحريه، ونبينوا ان الشخص راه ماشي حر، يعني ممكن هذا الموقف توظفوه يعني ايضا يعني في الشخص بين الضروره والحريه. كما انها تتكون من ثلاث انظمه. ايضا ان يعني سيغموند فريد كيقول لك ان هويه الشخص ملي كنجيو كنحللوا الشخص كنلقاو ان الهويه ديالو متكونه يعني من ثلاثه ديال الناس. انت في الداخل ديالك كاينين ثلاثه ديال الناس، واحد سميتو الهو، واحد سميتو الانا، وواحد سميتو الانا الاعلى. يعني انت راسك عايشين معك ثلاثه ديال الناس هما اللي كيتحكموا فيه، هما اللي كيخلقوا واحد الصراع. الهو كيقول لنا سيغموند فريد هو موقف الغرائز والمكبوتات. انتم الانا والهو الانا الاعلى، الانا والهو الانا الاعلى. يعني انه كيقول لنا سيغموند فريد ببساطه الهو هو موقف الغرائز والمكبوتات، بمعنى داك الشخص الخايب فيك. راه كاين يعني اننا ملي كنجيو مثلا اللي كنتو كتفرجوا في الرسوم، يعني ببساطه كنتو كتلقاو مثلا بحال طومو جيري ولا شي رسوم اخرين، كتلقاو مثلا ملي كيكون كيهضر كيطلع ليه واحد الجنين هنا داير واحد القرون يعني احمر شعله فيه العافيه، وكيطلع ليه واحد الملك ابيض هنايا. هادوك حنا انني ديما باش كنسال عليكم، يعني داك الجن راه هو اللي كنعنيو به حنا الهو، وداك الانا الاعلى كنعنيو به داك الملك اللي كيطلع لك هنايا. والانا هو انت اللي كتحاول دير التوازن بين الهو والانا الاعلى. يعني كما قلت لكم الهو هو موطن الغرائز والمكبوتات، يعني داك الشخص الخايب فيك نتايا، داك الشخص الخايب فيك انت اللي كيديك ديما للتهلكه. على سبيل المثال انت بغيتي تحضر معايا الحصه يعني باش انك تراجع وتستافد له، شنو كيقول لك؟ كيقول لك يا المكلخ، اش بغيتي انت كاع ديك الحصه ديال الفلسفه وتصدى غير راسك؟ سير غير انك تجيب لك شي دويره، ولا سير تعلق شي كارو، ولا عرفتي دير، سير غير للجرده راه كيكونوا تما يعني الدريات ولا شي حاجه وزها تما مع راسك، ولا سير مثلا لشي بار ولا شي حاجه. شنو كيديك؟ كيديك الحوايج الخايبين، كيحاول انه يلهيك. والانا الاعلى داك الملك هنا كيقول لك والمكلخ واللي ما عنده عقل، وسير دير ما ينفعك، وسير تفرج في الحصه. يعني عندك انت واحد جوج ديال الناس مضاربين يعني عندك انت في العقل ديالك، واحد كيقول لك سير هنا وواحد كيقول لك هنا. هذاك اللي كيقول لك سير الحوايج الخايبين هو الهو، وداك اللي انه كيحاول ينبهك كيقول لك يعني لا وما ديرش وما تفعلش وكذا ودير هذه حوايج، يسمى الانا الاعلى، ويسمى المثل العليا او الاخلاق، او ما يمثل يعني القيم المجتمعيه او التربيه مثلا ديالك الى اخره. يعني الانا الاعلى كما قلنا كاين بعض الناس كيكون عندهم الانا الاعلى يعني حاضر، يعني منبه، يعني غير تبغي دير شي زبله كيقول لك لا ما ديرهاش، حدي راسك كذا. وكاين اللي الانا الاعلى عندهم يعني ميت حتى كدير الزبله وتسالي وكيخليك تثبيت نعس، وكيجي كيبدا يدير لك طرن 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 طرن، كيبدا يمشي ويجي عليك في البيت، وانت مسخوط الوالدين واش داك الهادي، وانت علاش درتي هادي، وانت علاش سرقتي الفلوس، وانت علاش مشيتي كميتي وراه شافك باك وكذا. يعني شنو كيبقى يدير لك تانيب الضمير؟ هذا سميتو تانيب الضمير. داك تانيب الضمير راه هو يمثله الانا الاعلى. انت كأنا مغلوب على امرك، يعني لا تبعتي له راه مشيتي يعني الخلا، تبعتي الانا الاعلى غادي تولي متشدد، كتحاول دير بيناتهم التوازن. على سبيل المثال انت دابا كتوجد الامتحان الوطني، جاو عندك صحابك قالوا لك انك يلا نمشيو نلعبوا ماتش، كتقول لهم شوف غادي نراجع واحد الدروس نساليهم وغادي نمشيو نلعبوا. هنا شنو كدير؟ يعني الانا عندك كيدير التوازن بين الهو والانا الاعلى، يعني كتلبي لهم المطالب بجوج، هنا انك كتكون غادي بالتوازن. اما لا مشيتي حتى انك مشيتي لعبتي ماتش وبقيتي كتلعب وكتلعب 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 واحد 3 سوايع انت كتجري في داك التيران، كتحرتو من هنا لهنا، كتضرب يعني لبرا وتعاود ترجع بحال العود، كترجع للدار كتقول دابا عييت نمشي ندوش ونمشي نشد التليفون ونكونيكطا حتى الغدا ونراجع. ملي كيدوز عليك الدرس وكتمشي كتبغي تنعس وصافي، كيبقى يقول لك الانا الاعلى، يعني كيوقف عليك عند راسك، مسخوط الوالدين شنو درتي دابا؟ الدرس هذا غادي يبقى تابعك، وغدا غادي يجمع عليك درس ثاني، وكتولي ندمتي كتقول تفو واش داني انا نلعب كاع هذا الماتش هذا والغد لي ما غاديش نلعب، الغد لي كيجيو كيقول لك لا تلعب كتمشي عاوتاني. يعني هذا هو الصراع بين الانا الاعلى والهو والانا. اش كيقول لنا يعني سيغموند فريد ان هدف الانا خلق التوازن والانسجام بين هذه المطالب المتعارضه. يعني كتحاول الان انت يعني عندك هنا عندك الهو وهنا عندك الانا الاعلى، عندك دايرين قرون، انت هو الوسط، انت كتحاول دير التوازن. نجحتي راه هو هذاك، ما نجحتيش راه مشيتي خلا. وهادشي اللي كنشوفو في السكيريه واللي كنشوفو الشفاره في الزنقه واللي كنشوفو كيدير الزنا، هذاك عنده الهو يعني طالع صاروخ للسما،
وكاين شخص كيمشي للجامع وكيلعب ماتش وكيخرج مع الدراري ويضحك، هذاك عنده التوازن في الحياه ديالو. وكاين واحد الشخص متشدد، لا انا ما نهضرش مع البنات، انا ما نديرش هذه، انا ما نخرجش نلعب، انا ما نديرش هذه، انا مقابل الدار يعني ما نخرجش من الدار، ما نمشيش نخدم. هذاك الانا الاعلى عنده طالع حتى هو كصاروخ. وبالتالي يعني سيغموند فريد كيقول لك ان هويه الشخص يعني ديناميه متغيره لا متناهيه، وهو عكس يعني جون لوك وديكارت. يعني الا كان جون لوك وديكارت كيقول لك هويه الشخص ثابته، فسيغموند فريد كيقول لك ان هويه الشخص هي ديناميه متغيره متعدده، يعني متغيره ومتعدده على حسب كل مره كيفاش كتكون. بعض المرات يكون عندك الهو يعني طاغي، بعض المرات يكون عندك الانا الاعلى طاغي، بعض المرات ما تكونش المزاج ديالك، كل مره وكيفاش ان التقلب ديال الهويه على حساب انت والطبع ديالك والمواقف اللي انك كتواجه. مزيان، هنا غادي اننا نكونوا سالينا هويه الشخص كامله، ونتمنى انها تكون اتضحت وضوح الشمس يعني في النهار. بالنسبه للمحور الثاني، الشخص بوصفه قائمه. الشخص بوصفه قائمه نشدوا فيه جوج ديال الفلاسفه غادي يكونوا كافي مزيان باش ما تكثرش الفلاسفه. لاحظوا معايا، بالنسبه للشخص بوصفه قائمه هنا كنبحثوا انت واش عندك قيمه، واش كانك مثلا شحال من شخص مثلا يعني في المجتمع كتلقاه انه مهم ومعروف ومحترم وفي المداز انه كيخلي واحد الانطباع وديما الناس كيشكروه، هذا كنقولوا عنده قيمه. اما انك ديك القيمه كتستمدها من ذاتك، يعني انت لانك كتخلي الناس انهم يحترموك لانك انت فارض الوجود ديالك، او انك تستمد القيمه على حساب داكشي اللي كتعامل به مع الناس. مزيان، لاحظوا معايا، اول حاجه اللي غادي اننا نعرفوا مفهوم الشخص ديجا عرفناه ياك، ما غاديش نعاودوا فيه عاوتاني الهضره. مفهوم القيمه شنو كنعنيو بها؟ هي خاصيه او الخاصيه التي تتميز بها فكره او شيء او فعل مما تجعلنا نسعى اليها او نطلبها. يعني القيمه بحال الهويه، هي واحد الخاصيه جوهريه في الانسان، اما انك ترتبط بفكره او شيء او فعل مما تجعلنا نسعى اليه او نطلبها. على سبيل المثال ملي كنقول لك حنا الماكله، البيتزا، الطاكوس متني، الرفيسه، الحرشه، كسكسو، هادشي كامل هذيك ماكله عندها واحد القيمه. شنو القيمه ديالها؟ القيمه غذائيه تحافظ على الحياه. اذا اننا كنطلبوها لانها كتلبي لنا واحد القيمه، تقدر تكون قيمه نسبيه او قيمه مطلقه على حساب، ولكن انها تؤدي قيمه. اذا هنا احنا كنطلبوها شي قلت لكم هي خاصيه تميز بها فكره او شيء او فعل مما تجعلنا نسعى اليه او نطلبها. الفلوس ملي انا كنمشي انني كنقلب على الفلوس وتبان لك واحد المليون وتقدر دير عليها العجب، اذا علاش؟ لانها كتادي لك واحد القيمه، كتادي لك واحد الخدمه مثلا تسافر بها وتاكل بها، اذا انها تؤدي، اذا عندها واحد القيمه، تكون قيمه نسبيه مطلقه حنا اننا ننظر اليها من زاويه باش نعرفوا القيمه. وهكذا قيس على اي حاجه. يعني مثلا انت علاش كتزوج؟ لان الزواج كيعطيك واحد القيمه، كيخليك شخص مثلا محترم عفيف، انك مثلا يعني ما كتفسدش ما كديرش، اذا انه يمنحك قيمه. زين، وهكذا قس على ذلك. والشخص ننظر الى انه يعني هو له خاصيه وافكار وجوهرا واحاسيس، اذا له قيمه مما تجعل نسعى اليها. الشخص انه علاش انه كيسعى للقيمه؟ باش تخلي انه يبان واعر قدام الناس، باش تبان لك انك انت راه انك مثلا كيقولوا علاش مثلا واحد الشخص كيصدق ولا انه كيبان انه نقي ولا كذا، كيدوز في الدرب مثلا كيقولوا راه داك الشخص اللي عمر هذا، اذا يفعل اشياء اللي كتجعل ان الناس يخلوا يقول انه يخلي الناس انهم مثلا يحترموه. او مثلا واحد الشخص مثلا كيلبس مزيان ونقي وكذا ويحسن ومهلي في راسو وكيقرا مزيان وكيوعى لانه يريد ان يكتسب قيمه. ها علاش مثلا علم الحضور كنقول لك مثلا اللي يقرا القران انه كترتفع قيمته بين الناس، يعني انه شتان بين مع الشخص مثلا كيكون حامل كتاب الله وشخص انه لا، اذا ترتفع قيمته بسبب الفعل اللي كيدير. وهكذا قيس على ذلك، يعني اكثر الامثله ممكن دير يعني في الواقع ممكن انهم يعاونوك باش انك تفهم يعني هذا المحور. هذا اشكاليه المحور غادي نقولوا من اين يستمد الشخص قيمته. يعني هذه القيمه انت انك اللي كتعنى بها اللي دايرها رزه فوق راسك، يعني منين كتجيبها؟ من اين يستمد الشخص قيمته؟ عندنا بزاف ديال الحوايج اللي ممكن تستمد منهم قيمه. هل يستمد الشخص قيمته من ذاته، من اخلاقه، من افعاله، من المجتمع، من احترامه للقانون، من انفتاحه على الغير، من سلطته، من مكانته الماديه، من ثروته، من قوته؟ وقس على ذلك. راه دابا الفلاسفه الا كنتو غادي تنساوهم وانني قلتهم لكم دابا راه مصباح كنعاودوا فيهم، ما عندكمش بزاف ديال الفلاسفه مزيان. فلذلك ما ديروش ديك ما تحطش ديك الفكره ديال انني غادي ننسى الفيلسوف، راه حطيتيه هنا غادي ننساه، غادي تنساه، درتي في راسك كتفكر وغادي تفكر. كما قلنا من اين يستمد الشخص قيمته؟ وهل قيمه الشخص مطلقه بمعنى لا تحدها حدود؟ هي ارض شاسعه لا مشرق لها ولا مغرب مثل الصحراء. يعني ملي كنقول لك انا الشخص عنده قيمه فهي لا تحدد يعني بمساحه معينه،
يعني ما كنحددش ليه القيمه ديالو في واحد الحدود انه خصو انه ما يتعداهاش، ام ان قيمته نسبيه، بمعنى ان قيمته نسبيه في رقعه معينه تتغير، ممكن نزيد فيها ممكن نقص فيها. وهل هو غايه في ذاته ام مجرد وسيله؟ بمعنى هل ننظر إلى الشخص بأنه غاية في ذاته أم أنه مجرد وسيلة؟ بمعنى غاية في ذاته أنه لا شيء يتحكم فيه، هو الذي يتحكم في ذاته، هو الذي يملي على ذاته ما يفعل وما لا يفعل، أم أنه مجرد وسيلة في يد الآخرين، مثلا كالطبيب أنه وسيلة خاصو أنه يداوي المرضى، عاد نعطوه قيمة، ما داواش المرضى ما نعطوش قيمة. هنا غادي نشوفوا طبيعة حال الأبطال جوج ديال الفلاسفة. إيمانويل كانت اللي غادي يقول لنا الشخص كيستمد قيمته من ذاته، يعني انت وانا وهاد الناس كامل اللي كاينين في الكون كيستمدوا قيمتهم يعني من ذاتهم، من خلال العقل العملي الاخلاقي. مادام عندك يعني ذات ديالك تنطلق من العقل ديالك العملي الاخلاقي الذي ينطلق من موقف اخلاقي ينظر الى الكون بزاويه يعني الفعل الخير والعمل، هنا انك كتكسب قيمه. لاحظ معي شنو كيقول لنا يعني ايمانويل كانت، ان الشخص يستمد قيمته من ذاته، اي من عقله العملي الاخلاقي. داك العقل ديالك انت دابا اللي كيقول لك، داك العقل ديالك انت دابا اللي كيقول لك البطل نوض راجع قد باش تنجح وتفرح والديك. اذا انت تستمد قيمتك من ذاتك، لانك انت ما كاينش شي واحد فرض عليك انك تحفظ، ما كاينش شي واحد قال لك نوض انك حضر اللايف ديال البروف تامر، ما كاينش شي واحد قال لك نوض انك جبد الملخصات ولا نوض انك خلص وتقاتل. اذا انت تستمد قيمتك من ذاتك. بغيتي تنجح لراسك، بغيتي تفرض الوجود ديالك، بغيتي تثبت المكانه ديالك، اذا انت تستمد قيمتك من ذاتك، وبالتالي انت غايه في ذاتك. لانك انت بغيتي تنجح باش تحقق الاحلام ديالك، باش تحقق الاحلام مثلا ديال محمد مول الحانوت ولا سعيد ولا حسن ولا خالد ولا النقاشه ولا لا، انت غايه في ذاتك، لانك اختاريتي العرض اللي بغيتي تدخل ليه، انت انك اللي حددتي شنو بغيتي تراجع، بغيتي توصل. اذا انت تستمد قيمتك من ذاتك، وانت غايه في ذاتك وليس شيئا من الاشياء. اذا انت لست شيئا من الاشياء، لست شيئا كباقي الاشياء التي تحدد بسعر. فالشخص والانسان ما دام ان تعلى قيمته بواسطه العقل وبواسطه انه ذات لا تحدد بسعر، يعني كما انه لا جينا قارنا بين الاشياء مثلا طوموبيل ولا دار ولا مثلا فران ولا ماكينه الصابون ولا ماكينه الحسانه، هذيك اشياء تقدر بسعر، يعني كنشروها بواحد السعر كتادي واحد الخدمه، ومن بعد ما انها كتسالي ديك الخدمه ممكن تخلصوا منها. اذا عندها واحد القيمه نسبيه حسب يعني ايمانويل كانت، تلك الاشياء لها قيمه نسبيه. بينما الشخص هو الذي يخلق تلك الاشياء وهو الذي يصنعها وهو الذي يتحكم فيها، فله قيمه مطلقه. أي أن الشخص مقارنة مع باقي الموجودات في هذا الكون التي تحتل قيمة نسبية، الشخص عنده قيمة مطلقة. هادشي كنقولوا وليس الشيء، وهذا يعني أنه يمتلك قيمة مطلقة وكرامة ويستحق كل احترام وتقدير. مادام الشخص أنه ذات واعية وعاقلة مفكرة وعنده قيمة مطلقة، يعني كيستحق أننا نحترموه ونقدروه ونعليو من الشأن ديالو. وهذا هو جوهر كل تعامل أخلاقي مع الإنسان. موقف ديال إيمانويل كانت واضح وضوح الشمس حول يعني الشخص بوصفه قيمه. هنا ايمانويل كانت يعني الا رجعنا للاشكاليات غادي نلقاو انه كيقول لنا ان الشخص يستمد قيمته من ذاته، ياك، ومن عمل الاخلاقي. هل هو قيمته مطلقه ام نسبيه؟ قيمته مطلقه، لانه هو كيتحكم فيها، هو اللي كيعطي قيمه لراسو. على سبيل المثال، انت ملي كتوقف قدام المرايه، وهادشي عندنا كاملين كنديرو، ها هي قدامي انا دابا المرايه، بعض المرات كتوقف كتبقى تشكر في راسك، انا زوين، انا كذا، انا واعر، انا بوغوس. انت كتعطي واحد القيمه مطلقه، ما كتقولش انا زوين غير واحد شويه، ولا انا يعني زوين غير من كتعطي يعني واخا انه يعني تكون كما كنتي، المهم انك انت كتشكر راسك. اذا تقدم قيمه لنفسك وتكون مطلقه، وانت غايه في ذاتك. يعني كيقول ايمانويل كانت وانت غايه في ذاتك، لانك انت اللي انك كتحكم في ذاتك، وانت اللي انك ما كتسناش شي واحد انه يقول لك مثلا انت راه زوين، لا، كتعطيها انت لراسك. نشوفوا الموقف الثاني يعني ديال غادي يكون فيه اما جون راولز او غوستروف، اللي حافظ مثلا غوستروف، او اللي حافظ مثلا حتى هيجل، عندهم نفس الموقف تقريبا او نفس التصور، لانه كيقولوا ان الشخص يستمد قيمته من خارج ذاته.
يعني الا كان ايمانويل كانت كيقول لك ان الشخص يستمد قيمته من ذاته، يعني كل الفلاسفه الاخرين يعني جون راولز ولا غوستروف ولا هيجل كيقول لك ان الشخص يستمد قيمته من خارج ذاته، يعني من مدى احترامه للمجتمع، ومن مدى يعني قابليته لفعل الخير، ومما قابليته مثلا لاحترام الغير ويعني واحترام القانون. يعني اي حاجه كديرها خارج ذاتك من تما كتكتسب قيمه. ناخذ حنا مثلا على سبيل المثال جون راولز اللي كيجمع لنا الموقف ديال غوستروف، ويعني الموقف ديالو ديال غوستروف وديال يعني هيجل. كيقول لك يعني الاحترام للمجتمع، احترام القوانين، والانفتاح على الغير. لاحظوا معي كيقول لك تبرز قيمة الشخص من خلال انفتاحه الضروري على الآخرين والتعاون الاجتماعي معهم والمشاركة في الحياة الاجتماعية. بمعنى أو ببساطة يعني جون راولز أو غوستروف كيقول لك يعني أن الشخص يستمد قيمته منين؟ يعني من انفتاحه على المجتمع، من فاعليته في المجتمع. إذا رجعنا للإشكاليات، من أين يستمد الشخص قيمته؟ يعني من المجتمع، من انفتاحه على الغير، ومن احترامه للقانون. يعني ثلاث ديال الحوايج: من فاعليته في المجتمع، من انفتاح على الغير، ومن احترامه للقانون. وهل هي قيمته مطلقه؟ لا، ماشي قيمه مطلقه، هي قيمه نسبيه، العكس يعني ديال ايمانويل كانت. قيمه نسبيه علاش؟ لانك انت غادي تاخذ واحد القيمه بناء على الخدمه ديالك للمجتمع وبناء على الخدمه ديالك للغير. يعني درتيها على سبيل المثال بعض المرات درتي مع الناس زوين، راه انهم كيحترموك كيعطوك قيمه، نهار انك يعني كيوقع لك شي مشكل كيبان الوجه ديالك خايب، يعني ديك القيمه بحال انها ما كانتش. اذا ان قيمتك تبقى نسبيه على حساب انت كيفاش كتعامل مع الاخرين، وعلى حساب الخدمه ديالك للمجتمع. نهار كتكون انك كتخدم المجتمع وانك كتكون طبيب ولا كتقاتل، كتكون عندك واحد القيمه، كتعطيك قيمه. نهار مثلا انه كتشوف واحد التصرف خايب من المجتمع وكتنتفض، كيحيدوا لك ديك القيمه وكيبينوك انك انفصالي ولا كذا. اذا فالقيمه تتغير. وهل انت غايه في ذاتك ولا مجرد وسيله؟ حسب الفلاسفه جون راولز وستروف انت مجرد وسيله. علاش؟ لانك انت فقط خدمه للاخرين وخدمه للمجتمع. هادشي انه كيقول لنا يعني جون راولز كيقول لك بان تبرز قيمه الشخص من خلال انفتاحه الضروري على الاخرين والتعاون الاجتماعي معهم ومشاركتهم يعني في الحياه الاجتماعيه. يعني من خلال الانفتاح على الاخرين، بمعنى انك ملي كتشوف انت واحد الانسان مثلا اللي في الحي ديالكم ولا في الشارع مثلا محتاج المساعده، كتقدم ليه المساعده. شفتي غير واحد الشيبانيه في الزنقه انها هزه واحد القفه ما قداش هزه وقطعتيها الشانطي وعاونتها، انت عندك قيمه. فتيها وما تسوقتيش، ما عندكش قيمه. انت علاش كنقولوا قيمه تختلف على حساب كل شخص. التعاون الاجتماعي، مثلا انت في المجتمع ديالك كدير واحد الخدمه، مثلا ايام فاش كان ضرب الزلزال ديال الحوز، كنا كنشوفوا داك التضامن، يعني كاع دوك الناس يتضامنوا كانت عندهم واحد القيمه، يعني استافدوا قيمه من بناء التضامن الاجتماعي اللي قدموا. والمشاركه في الحياه الاجتماعيه، يعني قد ما شاركتي في الحياه الاجتماعيه مثلا بحال التبرع مثلا في الصناديق ديال الدوله، او انك تساعد مثلا في بناء مستشفيات او مدارس او مساجد، او انك تشارك مثلا يعني في التبرع بالدم، يعني اي حاجه انت درتيها هنا انك تكتسب يعني قيمه. ثم اخر حاجه الالتزام يعني الالتزام بالمبادئ الاخلاقيه في المجتمع. تكون عندك اخلاق، تكون عندك واحد الاخلاق قيمه، تحترم الناس، يعني ما تحكرش عليهم، ماشي انك تقلل من المستوى ديالهم. و والالتزام يعني بالحقوق والواجبات واحترام القوانين ديال المجتمع. يعني فاش انني نلتزم كنعرف الحقوق ديالي والواجبات ديالي، هادشي اللي كيكون في المجتمعات الغربيه. يعني كل فرد انه كيعرف الحقوق ديالو اللي عنده على الدوله، الواجبات ديالو خصو يؤدي الضرائب كذا، حتى الحقوق ديالو في التعليم في الصحه، عارف كل شيء، يعني احترام القوانين. من هنا انك تستمد قيمه. نتمنى ان التصور ديال جون راولز يكون واضح وضوح الشمس. ثم بالنسبه للتصور ديال فريدريك نيتش انه كموقف، يعني انه خارج على هذه الفلاسفه بثلاثه، يعني غير كخلاصه كيقول لك ان الشخص كيستمد قيمته من القوه اللي عنده. يعني قد ما انك انت كنتي قوي وكتفرض الوجود ديالك بالقوه ديالك، ما تكون ظريف، ما تكون انك يعني كتعاون الناس، لا، تكون القوه. يعني بحال هتلر مثلا، يعني ملي انه رول العالم وقاد الحرب العالميه الثانيه، وقت اللي قتل انه يعني جابها بالقوه ديالو، يعني ثبت القيمه ديالو في العالم، وبقى انه معروف الى يومنا هذا عن طريق القوه ديالو. مدى قوتك. علاش كيقول لك يؤسس نيتشه موقفه على اراده القوه. يعني قد ما كانت عندك اراده قويه للوصول الى اهداف وتفرض الوجود ديالك يعني بالقوه، وانك تهيمن، تكون شخصا قويا ماشي ظريف ماشي لين، لان كل شيء غادي يحقر عليك، تما انك تكون عندك قيمه. وكيقول لك ويستهزئ بقيم الاخلاق والواجب والصبر والشفقه. قال لك ان كاع الناس، لانه كيقول لك لا غادي نجيب قيمتي يعني بالاخلاق، ولا انني ندير الواجبات ديالي في المجتمع، ولا نصبر على الناس اللي ظلموني، ولا انني الشفقه نتسنى الناس يشفقوا عليا. كيقول لك هذاك غير دمدم، هذاك غير كانبو، هذاك غير مكلخ. لا، انت بغيتي انك تفرض الوجود ديالك والناس يحترموك، خصك تكون قوي. بحال شي بزاز مثلا كيكون في الدرب، كيكون عنده واحد السيف وقاطع في الناس كيحترموا. علاش؟ لانه عنده واحد القوه، ما يمكنش شي واحد يهضر معاه.
كما قلنا وينتقد من يمثلها دينيا وفلسفيا. كاع اي واحد كيمثل يعني الاخلاق والقيم والواجب دينيا وفلسفيا كينتقدوا يعني نيتشه. ويمجد لقيم البطوله والقوه، يعني قد ما كانت عندك بطولات وكانت عندك قوه فانك تكون ممتلكا لقيمه حسب نيتشه. هادو هما التصورات اللي عندنا. نتوما انك غادي تشدوا جوج، يعني ايمانويل كانت ولا جون راولز ولا ايمانويل كانت وغوستروف، نتوما اختاروا جوج غادي يكونوا كافيين. مزيان. بغيتو تزيدوا يعني نيتشه راه غادي يكون حتى هو موقف مزيان. بالنسبه للمحور الثالث، الشخص بين الضروره والحريه، هو غادي يكون عندنا اخر محور، الشخص بين الضروره والحريه. هذا حتى هو محور ساهل وبسيط. يعني بمعنى حنا غادي نشوف يعني واش الشخص حر ولا ماشي حر. انت وانك كما قلت لكم ببساطه، نتوما انكم حاضرين هذه الحصه، كاين منكم لانه غادي يشوف راسو انه حر حضر هذه الحصه هذه وما مشاش تفرج في شي حوايج اخرين، وكاين اللي شخص واحد اخر غادي يشوف من المنظور ديالو انه خاضع للضروره. علاش؟ لانك تفرضت عليك هذه الحصه بزز منك، لانك غادي تحتاج الامتحان الوطني. انت بين موقفين، من موقف ومن منظور اول يمكن ان تنظر الى انك انت حر في تصرفاتك وافعالك ومواقفك وافكارك، ومن زاويه اخرى تنظر الى انك انت مسير لست مخير، بل انك انت مجبر ومكره على الفعل وعدم الفعل، سواء انك يعني فعلتي واحد الحاجه ولا قلتي ما نديرهاش، انك انت خاضع للضروره. اللي ديما كنقول لك شوف الموقف من زاويتين، ضرني العطش او جاني العطش او جاني الجوع، فانا انظر من زاويتين، انني حر وخاضع للضروره. خاضع للضروره لان الجوع في حاجه يعني انها ولدت معي، فبالتالي انا اخضع لها، ولكن انني ممكن في داخل هذه الضروره ان اكون حر. جاني الجوع ولكن انا اختاريت بدل من ناكل الرفيسه كليت مثلا يعني الحرشه بزيت العود ولا شي حاجه، فانت تكون يعني حرا في هذه الزاويه. علاش؟ ان بالنسبه للمفاهيم غادي نعرفوا اول حاجه مفهوم الحريه هي استقلاليه الذات فكرا وتصرفا وتصورا، وعدم خضوع على اي اكراهات خارجيه. بمعنى استقلاليه الذات يعني انت تكون مستقلا، يعني لا من ناحيه الافكار ديالك ولا من التصورات ديالك ولا المواقف ديالك ولا المبادئ ديالك، وعدم خضوعه لاي اكراهات خارجيه. بمعنى انت انك واحد الفكره عندك يعني حول مثلا انك واش بغيتي تولي ملحد ولا بغيتي تولي مسلم والعياذ بالله، ولا بغيتي تولي بوذي ولا شي حاجه، ماشي بوديات الديانه البوذيه الى اخره. انت يعني استقلاليه الذات، الافكار ديالك والتصورات ديالك انت حر فيها، دير طانقه ولا دير اللي يعجبك، والتصورات ديالك المواقف ديالك الافكار ديالك، وعدم خضوع لاكراهات خارجيه. يعني انت ما كتخضعش واحد الاكراهات خارجيه اللي كتفرض عليك شنو دير ولا ماشي دير. شوف ثم مفهوم الضروره. مفهوم الضروره تشير الى ان كل ما في الكون، يعني كل ما في هذا الوجود بما في ذلك الانسان انا وانتم، لا يخرج عن الطبيعه التي خلق عليها، والضروره قيد الحريه. بمعنى اننا نحن يعني خلقنا في واحد الكون، يعني انك انت ذاك الطبيعه اللي تزاديتي عليها هي ضروره مفروضه عليك. على سبيل المثال كما قلنا مثلا انه ظاهره يعني الجوع والعطش والخوف والندم والبكاء والحزن، هادو يعني ضرورات انهم تزادوا معاك، يعني بالفطره تخلقوا معاك، انك لقيتيهم معاك ما يمكنش تخلص منهم. ماشي انه كيقول لك واحد الشخص وعرفتي شنو غدير، والله ما ناكل واحد الشهر غادي تموت، الا ما كليتيش غادي تموت. اذا انت راه مفروض عليك واحد الضروره انك خصك يعني تكون يعني انها او ضروره الزواج، انه لما تزوجنا ما يعني ما غاديش اننا نولدوا وغادي ينقطع يعني الوجود. اذا واحد الضرورات انها جبريه كاينه ومفروضه علينا ان تكون حتميا اردنا ام لم نريد. مزيان. ثم الحتميه هي استمرار للضروره، معناه ان افكارنا وسلوكاتنا ليست بحريه بل نتيجه ضرورات يعني لاسباب سابقه يعني عليها. الحتميه هي امتداد للضروره، بمعنى ان اشياء كنقول لك حتميه ستقع، كما يعني راينا يعني في القصه ديال النبي يوسف، فاش قال يعني يعني ملك مصر فاش قال لي فانني رايت يعني 7 بقرات يعني عجاف ياكل 7 بقرات سمان ياكلهم 7 عجاف و7 سنبلات خضرا واخرى يابسات. هنا يعني فاش انه يعني تنبأ لهم يعني النبي يوسف يعني بما سيقع، يعني كان حتميا يعني اشياء حتميه يعني انها تكون لاسباب يعني اننا ما كنجهلوش كيفاش انها يعني كتجي. معنى ان افكارنا وسلوكاتنا ليست بحريه، يعني انك انت اللي اختاريتي انك تحضر هذه الحصه هذه، انت انك راه ما اختاريتيش عن حريه، بل انك تجهل الاسباب لانك خلاتك تحضر، وهي انه مثلا راه كاين تابعك واحد الامتحان بزز منك انك تحضر، بغيتي ولا ما كرهتيش، ما بغيتيش راه انك في الاخر غادي تصير. فهمتوا؟ هادو المفاهيم اللي عندنا. بالنسبه للاشكاليه ديال المحور غادي نقولوا على الشخص كائن حر يعني بشكل مطلق،
غادي نقولوا هل الشخص حرية نسبية؟ نعم. والحتمية نسبية؟ أمر طبيعي، لأنه لا شيء مكتمل في هذا الوجود، فكل الأشياء تكون نسبية بقدر يعني خدمتها لنا. الحرية هي نسبية، والحتمية نسبية، والضرورة نسبية. لو أنها كانت الحتمية مطلقة ما كانت الحرية، ولو كانت الحرية مطلقة ما كانت الحتمية، فكل أشياء يعني لها يعني منطلقاتها ولها نهايتها. بالنسبة يعني لإشكالية المحور، غادي نقولوا هل الشخص كائن حر بشكل مطلق، أم أنه خاضع للضرورات وإكراهات داخلية وخارجية؟ بمعنى واش الشخص أن الأفعال ديالو والتصرفات ديالو والسلوكات ديالو، أنت شنو كدير ولا ما كديرش، بغيتي نتزوج بغيتي نطلق، واش أنت حر، أم أنك خاضع لمجموعة من الضرورات والحتميات، سواء كانت في الداخل ديالك، يعني كانت من الداخل ديالك اللي تخلقات معك، أم أنها خارجية كيفرض عليك المجتمع وكتفرض عليك الطبيعة، أم أنه يتموضع بين الحرية والإكراه على حد سواء، أم أنك تتموقع يعني أنك يعني في موقف الوسط، يعني شد الخيط من هنا ومن هنا، يعني خيط ديال الحرية وخيط الضروري، كتحاول دير التوازن. بعض المرات تكون حر، وبعض المرات تكون خاضع للضرورة، وبعض المرات ديك الضرورة تخلق منهم الحرية إلى آخره. بالنسبة للمواقف الفلسفية غادي نختاروا يعني جوج ديال المواقف، باروخ سبينوزا وسارتر. وكما قلت حتى التصور يعني ديال يعني ديال سيغموند فريد اللي حفظنا في الهويه، راه ممكن من خلاله تحيد الهويه وتقول ان الشخص خاضع لمجموعه من الضرورات من خلال الشعور واللاوعي ومقاومه الجهاز النفسي. هذا انت حافظه هنا، راه ممكن توظفه ايضا حتى هنا، زين انت تولي يعني في المحور ديال الشخص بين الضروره والحريه حافظ ثلاث الفلاتين. بالنسبه لسارتر، الشخص حر حريه مطلقه. مزيان، شوف سارتر كيقول لنا ان الشخص هو حر، انت حر، انت حر، انت حر، بحال شي طوير. يعتبر ان الوجود سابق عن الماهيه، اي بشويه عليكم باش ما تدوخوش، اي ان الانسان يوجد اولا ثم يصنع ما يشاء. بزاف منكم كيسمع ان يعني بعد سارتر هو من الفلاسفه الوجوديين، صديق يعني وعشيق يعني سيغموند يعني دي بوفوار، غادي تكونوا يعني ديجا انكم تكونوا سمعتوا بها. دستورة يعني النسوية أو الحركة النسوية المنتشرة يعني في العالم، يعني خصكم تعمقوا فيها باش تعرفوا ما معنى الحركة النسوية. ليست بمعنى أن المرأة أن تأخذ حقوقها، يعني أن أصلا الإسلام ليس ضد المرأة أن تأخذ حقوقها، بل النسوية يعني أكثر مما تعتقدون. ماشي معنى أنه ضرب يعني في النساء، ولكن النسوية هي ضد يعني النساء. هذا ماشي هو الموضوع ديالنا. الموضوع ديالنا هو سارتر، كيقول لك انه يعتبر من الفلاسفه الوجوديين كيامن بانه يعتبر ان الوجود سابق على الماهيه، بمعنى لا كانوا فلاسفه اخرين كيعتبروا ان الماهيه تسبق الوجود، فسارتر عكسها. فهو كيقول لك يعتبر ان الوجود سابق الماهيه، بمعنى الماهيه ديالك شنو هي المهارات اللي كتعرف، ولا الاختيارات ديالك، ولا شنو كدير في الحياه. هل الرسام ولد رساما؟ وهل الفنان ولد فنانا؟ وهل الاستاذ ولد استاذا؟ وهل النجار ولد نجارا؟ هنا اللي كنتي كتقول لي ان الماهيه تسبق الوجود، هنا انك غادي تكون كتخالف هذه الاراء. لم يوجد الانسان وهو يعرف كل شيء، مش ان واحد زاد انه كيعرف لونغلي ولا هاد اللغات هادو كاملين كاينين في العالم، فان الانسان بعدما وجد اوجدهم. علاش اننا كنقولوا يعني في الموقف ديال سارتر يعتبر ان الوجود سابق على الماهيه، اي ان الانسان يوجد اولا ثم يثبت ماهيته، اي ان الانسان يوجد اولا ثم يصنع ما يشاء، ومن الاشياء التي يصنعها هي الحريه. على سبيل المثال يعتبر ان الوجود سابق على الماهيه، وجد الانسان فوجد عصر العبوديه مثلا، يعني بزاف ديال الناس يعني من بعد ما تزادوا غادي يلقاو مثلا عصر العبوديه. على سبيل المثال يعني كل السود في تلك الفترة، كل من وجد يعني من السود تفرض عليه العبودية. إذا أن الوجود سابق على الماهية، يعني ماشي أنه وجد عبدا، ولكن حتى توجد عاد أنه خلق وأصبح عبدا. إذا الوجود سابق على الماهية. إذا أن الإنسان يوجد فيجد نفسه عبدا، فانه يخرج من تلك العبوديه ويحقق الحريه. اذا ان الانسان هو الذي يحقق الحريه. ايش قال لك ان سارتر ان حريه الانسان هي حريه مطلقه، اي انه يوجد الانسان اولا ثم يصنع ما يشاء، ومن بين هذه الاشياء التي يصنع هي انه يحقق الحريه ديالو. مثلا على سبيل المثال الانسان مثلا الشخص انه يوجد فيجد نفسه في عائله فقيره، يعني ما عندهم حتى القوت ديال اليوم ديالو، فقادر ان يصنع من ذلك الفقر حريته الماليه. مثلا شحال من شخص انه كان فقير وكتلقى مثلا انه دابا ملياردير وعنده ثروه كبيره، علاش؟ لانه تمكن بان يحقق الحريه من الوجود الذي يعني وجد نفسه فيه. اذا حسب سارتر فالحريه هي ماهيه الانسان، لان الانسان يعني منذ ان وجد في هذا الكون وهو يبحث عن الحريه.
وأن حريته هي حرية مطلقة، وبالتالي مسؤول مسؤولية كاملة عن أفعاله. يعني الأهم ديالنا في التصور هذا هو أننا نشوف أن سارتر يقول لك أن الشخص حر. سارتر يقول أن الشخص هو حر، أي أن الإنسان هو حر حرية مطلقة، أي أنك أنت حر من المنظور ديالك ومن المنطلق ديالك، لأنه ما كاينش شي واحد غادي يفرض عليك شنو دير. على سبيل المثال، شحال من واحد منكم نتوما دابا ملي جا أنه بغى يختار، كاين اللي دار آداب، كاين اللي دار علوم إنسانية، كاين اللي دار مثلا يعني سيونس مات، كاين اللي دار الفيزيك، كاين كل واحد شنو دار. هنا ننظر إليها من موقع الحرية. هل وجدت نفسك وأنت أنك تقرأ المات، أو وجدت نفسك وأنك تعشق الآداب؟ اي انك انت حتى توجدتي في هذا الكون عاد انك اختاريتي ان الماهيه ديالك هي انك دير مثلا المات، ولا دير الفيزيك، ولا دير مثلا الاداب، ولا دير العلوم الانسانيه، ولا تعشق الفلسفه. اذا انت انك الذي تختار الحريه، وحريتكم مطلقه. انت انك اللي غادي تختار، يعني انك انت الحريه ديالك مطلقه، تختار اللي بغيتي، وفي نفس الوقت مسؤول مسؤوليه كامله على افعالك. فمثلا انت انك ملي اختاريتي يعني الاداب، لا فشلتي فيه انت اللي كتحمل المسؤوليه، ما كاينش شي واحد غادي يجي ويبقى يلومك، انت اللي كتلوم راسك في الاخر. اذا تتحمل مسؤوليتك الكامله عن افعالك. قول سارتر إن الإنسان ليس شيئا آخر غير ما صنع بنفسه، يعني أنت اللي كتصنع راسك بنفسك، إذا أنت مسؤول عن حريتك. بالنسبة للموقف الثاني، يعني باروخ إسبينوزا كيقول لنا أن حرية الشخص هي مجرد وهم، يعني العكس ديال سارتر. غادي يكون عندنا جوج الفلاسفة معاكسين. يعتبر أن القول بالحرية هي مجرد وهم ناتج عن الجهل بالأسباب الحقيقية المحددة لفعل الإنسان، أي أنك أنت يا بطل لست حرا، وكلما قلت أنك حر فتجد نفسك أنك لست حر. يعني قد ما أنك تماهيتي مع سبونوزو كتقول حر، راه أنت أنك في نفس الوقت أنك راه ما كتجهل الأسباب اللي كتخليك أنت أنك تقول حر، غير كتقولها. أما لا جينا للواقع غادي نلقاو كل الأشياء التي تفعلها وراءها مجموعة من الضرورات اللي كتحكم فيك واللي كتوجه الأهداف ديالك. يعتبر أن القول يعني بالحرية هو مجرد وهم ناتج عن الجهل بالأسباب الحقيقية المحددة لفعل الإنسان. يعني كيقول لك ان انت ملي كتبقى تقول انا حر انا حر انا حر، كيقول لك سبينوزا يسمح لي البطل، انت راه انك راه ماشي حر، انت غير كتجهل الاسباب الحقيقيه المحدده لفعل الانسان، الحقيقيه المحدده للفعل ديالك. لانك شي واحد كيقول لك وانا تشهيت ناكل بيتزا، كنقول انت راه فيك الجوع، اذا انت عندك واحد الضروره ديال الجوع. او انك انت يعني بغيتي تشرب تشهيتي الماء، لا انت ماشي تشهيتي الماء عن حريه اختاريتي الماء، لا بل انك خاضع للضروره والاكراه. والشخص الذي يتناول الخمر وكيولي كيبوح بالاسرار، فانت لست حريا بالبوح بالاسرار، بل انك فقدت الوعي ديالك بالخمر اللي خلاك انك تبوح بالاسرار. اذا فكل الافعال والتصرفات التي نقوم بها فهي ناتجه عن مجموعه من الضرورات والحتميات والاكراهات. وحتى اذ لم تكن يعني اكراهات ذاتيه داخليه فتكون خارجيه كيفرض عليك المجتمع. فمثلا انك انت في المجتمع ديالك ما يمكنش انك يعني تسوق بلا بيرمي، اذا فانت يعني خصك ضروري تكون عندك رخصه السياقه. او مثلا انت ما يمكنش تهز السيف وتبقى تقسم في الناس، غادي يدخلوك للحبس، اذا انت خاضع لضروره. او مثلا حسب الطبيعه، فمثلا ما يمكنش انك مثلا تمشي لواحد البلاصه فيها البركان وتقول انا حر وتتلح في ذاك البركان، اذا غادي تموت، فانت خاضع لضروره الطبيعه، الطبيعه كتفرض عليك. اذا فانت يعني تحاط يعني بمجموعه من الضرورات والحتميات اللي كيخليو الافعال ديالك انها تحدث. ما يمكنش تمشي للغابه وقدام السبع وتبقى تغوت السبع اجي غادي ياكلك. اذا انت يعني فاش تتجاوز حدود يعني معينه فتصبح انت خاضع للضروره. اي ان الانسان كيقول لنا لا يمتلك حريه اختياراته وسلوكاته، يعني الاختيارات ديالك والسلوكات ديالك انت ما كديرش عن حريه، ضروري وراك كيكون واحد السبب اللي كيخليك انك يعني تدير الافعال ديالك. على سبيل المثال، انت مثلا يعني غادي تجي تقول لي انا اختاريت اداب وعلوم انسانيه بشكل حر، غادي نقول لك انت يعني ما عندكش قدرات باش انك تفهم الفيزيك والمات، اذا مشيتي اختاريتي الاداب. او غادي نقول لك مثلا انت اختاريتي العلوم يعني العلوم الطبيعيه ولا الفيزيك ولا شي حاجه لانك انت تخاف من ماده اخرى شهرتي وهكذا، يعني في جميع المجالات. وبالتالي فان السلوك الدليل لا يفعله وفق ارادتي، بل جل سلوكاتك وافعالك نتيجه لميل وهوى جسدي، يعني انك الاهواء ديالك والميول ديالك اللي كتخليك انك يعني تتوهم انك انت حر، وفي اخر المطاف فانت لست حرا. هذا ما كان يعني في هذه الحصه ديال اليوم. نتمنى انها يعني تكون افادتكم يعني من ناحيه يعني الحصه، من ناحيه يعني فهم هذه المحاور.